أنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي. أهلا وسهلا بكم في 5 حلقات بودكاست ذكاء مش اصطناعي. النهاردة عندنا حلقة دسمة جدا. كل مرة بقول لكم كلمة دسمة جدا، بس فعلا الحلقة ديت دسمة جدا. خلونا نرحب بالمهندس أحمد الحسيني Senior Solution Architect ونقول له شرفتنا ونورتنا باشمهندس أحمد. شكرا لك عمرو، شكرا مصطفى. أخبارك إيه؟ جميلة الحمد لله تمام. العفو، شكرا لوقتك. وحابين النهاردة ندردش عن فايدة الذكاء الاصطناعي. أصلا هو مفيد في إيه؟ تمام. طيب أنا كنت حابب كسؤال ممكن نرجع لتعريف الذكاء الاصطناعي في البداية. احنا عندنا في الكمبيوتر ساينس وقت واحنا بندرسه في فروع كتير. انا هحاول اخلي المصطلحات شويه يا ريت سهله عشان شويه يعني هي مش المصطلحات تك سهله اصلا اندستري اكتر عشان لا فيها صعوبه شويه، يعني في حاجه بتبقى مور تك اكتر. اوكي. احنا في عندنا فروع زي الانفراستراكشر والكمبيوتر ديزاين، وفي فروع كتيره جدا والماشين ليرنينج فجي بقى في مؤخرا موضوع الاي اي الارتفيشال انتليجنس، فيعتبر هو فرع من فروع الكمبيوتر ساينس. الهدف منه ان انا اقدر احاكي التفكير البشري هو بيعتبر عن ايه؟ التفاعل، التعلم، حل المشاكل. فازاي اقدر اوظف الحاجات دي كلها في علم او فرع من فروع الكمبيوتر ساينس ان انا اقدر استفيد بيه. فده تعريف ببساطه جدا لحد ملوش علاقه بالتك اندستري يقدر يفهم بيه يعني ايه ذكاء اصطناعي. بس يعني دي كده ببساطه لتعريف الذكاء الاصطناعي. بالنسبه لسؤال حضرتك، انا اقدر استفيد بيه في حاجات كتيره جدا. لو انا مثلا في المجال ناخد فئات معينه، لو انا طالب، لو انا موظف، لو انا موظف في بقى تايتلز كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها. محامي، في مشتريات، في مجالات كتيرة جدا، سواء أو كشركة، شركة مؤسسة كبيرة أو شركة ستارت اب. لو احنا خدنا مثال ان انا طالب وعايز مثلا ملخصات لحاجات معينة، هو الهدف من الذكاء الصناعي ان هو توفير الوقت والمجهود. طيب انا استفيد منه في ايه؟ ان انا ممكن عايز مثلا ملخص عن درس معين، او ملخص عن او مقارنه ما بين حاجتين معين مثلا. وناخد مثال على الحاجات دي. مثلا انا بيطلب مني في الشغل ان انا اقارن ما بين سوليوشنز معينه بشكل دقيق جدا، وعايز اعرف معلومات. قبل كده انا كنت بمشي في الموضوع ازاي؟ ان انا بيديني مثلا اسامي الحاجه دي، انا عايز اقارن ما بين اكس وواي، باخد التو برودكتس دول او تو سوليوشنز دول وابتدي ان انا اعمل ريسيرشز بتاعتي واجمع معلومات. هنا الريسيرش طبيعي، انت قبل كده كنت بتعمل ايه؟ تدخل على اي سيرش انجن، مظبوط، وتكتب الكلام اللي انت عايزه وبيطلع لك هايبر لينكس تدخل عليها بتبتدي تجمع المعلومات بتاعتك من كل لينك. وبعد دلوقتي كده المعلومات هو اوريدي اتعلمها، هو عنده بالظبط المعلومات دي كلها. فبالتالي انا بيجيب لي. وبعدين بقى هنا بقى بيجي حتة ايه؟ ان انت لازم لو انت عايز بقى تتميز اكتر وتستفيد اكتر، تروح بقى لمنطقة ايه؟ ان انت ازاي تعرف تتكلم معاه. طيب هو ليه الذكاء الاصطناعي اتعمل له الكلام ده كله؟ وايل انه اي ابديت جديد بينزل عادي، تكنولوجيا جديدة حصلت نزلت موجودة، يا جماعة استعملوها، يا جماعة استخدموها. بس هو بالذات كتكنولوجي، هل هي تستاهل كل الهوجة دي؟ هل هي فعلا ترانزيشن ما بين قبل وبعد؟ سؤال عميق، سؤال جميل جدا. انا بالنسبه لنا الفتره الاخيره كان طلع حاجات كتير جدا. هل هو يستاهل؟ طب ليه؟ اوكي، ايوه، نفهم بقى ليه. واحده واحده. في الفتره الاخيره طلع حاجات مثلا زي البلوك تشين قبل 2020. أيوة دي مثلا طبعا. لها تفاصيل، والان اف تي مظبوط. وكذا حاجه تانية. رجعتني لصميم السؤال ان انا هل هو يستاهل الهوجه دي؟ لو احنا قارنا بالفايده الفعليه منه، لو انا اتكلم على التك اندستري، لو انا شايفه من وجهه نظر حد ليه علاقه بالمجال، مظبوط. لا انا شايف ان هو في فرق. حلو. ويستاهل الهوجه دي. الهوجة اتعملت، انت شايفها بروباجندا للمستفيدين منه كبزنس وايز، يعني الاستفادة المادية من انتشار التك سولوشنز اللي powered by AI، يعني التطبيقات او اكس واي زد اللي بيستخدموا فيها AI هم اللي استفادوا بالبروباجندا اللي حصلت، ولا الناس اللي بنت التك الجديدة هي اللي تستفاد منه؟ لمتابعه الكيرف بتاع البروباجندا اللي وقت ما حصلت من اول 23 بقى يعتبر فعلا حصل بيك كده، وبعدها نزلت بس ما نزلتش قوي، مظبوط، استقرت وماشيه حاليا بس في صعود.
بس أوكي. في استفاده، في جزء منه اوفر شويه، يعني في الموضوع واخد منحنى شويه ليه علاقه بالماركتنج زي ما سمعنا على البلوك تشين بالظبط وال NFT. بالظبط في الاول. لكن حاليا لا، يمكن او هو كان في البدايه شويه كان مم. الموضوع يعني في ناس كتير جدا بتتكلم عنه. مم. يمكن الافراد بتتكلم عنه اكتر من الاصحاب الامر ذات من نفسهم. الخوف لانه حاجه جديده، وهي دي المشكله. بالظبط. احنا في التك اندستري احنا طب يا جماعه، هل احنا شغلانتنا مهدده للدرجه دي ولا هو ايه بالظبط وضعنا؟ لكن هو لا يستاهل، يستاهل، بس الهوجه اللي حصل عليه كانت زياده شويه. ممكن تقول مثلا ايه، هو 75% اوكي، الباقي كله فيه اوفر شويه، مظبوط. كلام زياده شويه عن الموضوع مظبوط. يعني. من الناحيه التقنيه هو يستاهل انه يتعمل له هوجه، لانه ده حاجه هتبقى قبل وبعد، صح. زي قبل اختراع الانترنت بعد اختراع الانترنت. مهم. الذكاء الاصطناعي يستاهل ده من الناحيه انه التقنيه. مهم. بس لما طلعت الموبايلات، احنا شفنا كده موبايلات طالعه فيها انتنه، بعدين موبايلات تفتح جزء منها يطلع لك شاشه ولسه فيها زراير عادي. حضرت الجيل ده كله. وبعدين بقى في موبايلات فيها سكرين، صح. وبعدين بقى عندنا سكرينز بس طيب. وزراير اقل. مهم. سكرينز زراير اقل. مهم. ليه الاي اي سوقلوش انه ده تطور، لكن الناس فجأة كده لقيته قدامها؟ هل ده مشكلة الجنراتيف؟ الجنراتيف هو اللي اخد الهوجة، هو اللي الناس ابتدت تحطه على السوشيال ميديا، زي الناس بتجرب مع سيري، بتجرب مع أليكسا وياسمينة دلوقتي وطبعا تشات جي بي تي وجيميناي ولاما كتير. هل بسبب ان الناس اخدت فرع واحد اللي هو الجنراتيف او التوليدي الانشائي وحطته قدامهم في السوشيال ميديا، للاسف بقى اللي بيتقال على الذكاء الاصطناعي ان هو ده بس، ونسيوا كل الكلام اللي احنا جايين نحكي فيه في الحلقه؟ لا بص، هو الموضوع تراكمي. أوكي. هو مش جاي من يوم وليله يعني. احنا نسمع عن ان في ذكاء اصطناعي. هو عباره عن ان انا في عندي كان من فتره كنا بنتكلم عن موضوع الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. ماشي. كنا بنتكلم في فتره عن موضوع الماشين ليرنينج، ماشي، تعلم الاله والقصه دي، وموضوع الديب ليرنينج. دي كلها برضو علوم كانت موجوده. وموضوع الاوتوميشن، الاتمته، ان انا اعمل شغل بشكل تلقائي بدون تدخل الانسان يعني. فلما انت تجمع الحاجات دي كلها كان في سوليوشنز، بس مش بصوره متطوره جدا في الفتره اللي فاتت قبل ما يظهر الهوجه بتاعه الشات جي بي تي مثلا، او ايا كان الممثل ليه كامثله يعني. وكانت متواجده وكنا بنعمل بيها شغل برضو. حلو. في كتابه الكونتنتس كانت موجوده من قبل ما اعرف الاي اي. كنا في ويب سايتس كانت متخصصه في الحته دي بالشكل ده يعني. اعتقد ابتدت فتره البانديميك والناس قعدت في البيت، كان الطلب على مثلا الاي كوميرس وازاي بنشتغل يعني. اعتقد كميه سيل استفادت منها شركات كتير بتشتغل في المجال ده. صح. اللي انا بشوفه ان ده مثال من امثله الذكاء الاصطناعي، انه انا احط حاجه ويطلع لي ريكومنديشن. بالظبط. هي دي بقى البيج جيمز برضو عندهم الاي كوميرس، وعندك في كذا مثال فيه يعني. انت لما بتلاقي حد مثلا يقول لك ايه ريكومندد فور يو، ليه؟ لو انت بصيت في التفاصيل هتلاقي انت ليك نمط معين، باترن معين جوه الويب سايت. تدخل تعمل سيرش. انا بقى باخد السيرش ده، يعني بتكلم بشكل تقني اكتر. ايوه. باخد السيرش بتاعك، وباخد اللايكس، وباخد الكليكس بتاعتك دي كلها، وبتجمع لي داتا في الاخر. حلو. الداتا دي بقى جزء من الاي اي بيعمل داتا اناليسيس. حلو. فبالتالي انا عمرو ده ليه اهتمامات معينه، او احمد ليه اهتمامات معينه، دخل بيدور على سيرش على الكترونكس، بيدور على حاجات لها علاقه بالموبايل اكسسوارز، بيدور على حاجات لها علاقه باي مثلا هاوس ابلاينسز. اوكي. فبالتالي هو شاف انا اهتماماتي ايه، وبناء على الداتا دي اللي في الباك جراوند الاي كوميرس لاي حد من اللي موجودين حاليا يعني، او امازون او ايا كان، ده ياخد الداتا دي ويبتدي يعملها اناليسيس ويدي ريكومنديشن للشخص دوت بناء على الكلام ده. اوكي. فبالتالي في استفاده للموضوع ده، زي ما انت بتلاقي برضو في اي سوشيال ميديا ريكومندد فور يو مثلا، حاجه معينه، او people you may know، او اشخاص عندك عملوا لايكس لحاجات معينه. وده موجود على فكره من زمان. الناس كانت بتشوف الكلام ده بس لما سمعت عن الاي اي خافت. طب هي كانت بتشوف الحاجات ديت. صح. طيب طب انا بقى عايز افهم حاجه. هو ازاي الآلة بتتدرب على الحاجات دي؟ تمام. يبقى الاي اي مبني ازاي؟ تمام. الآلة بتتدرب ازاي؟ هي بناء على بيانات، هي بيج داتا. انا عندي بيانات دي ممكن تبقى لها انواع كتيره جدا، بتيجي من مصادر كتيره جدا. انا بالتالي بجمع الداتا دي عندي. انا
ببتدي اجمعها مثلا من السوشيال ميديا، من الويب سايتس، من الانفورميشن اللي عندك، اي وجود ليك اونلاين انا بجمع الداتا بتاعتك بناء على البلاتفورم اللي انت بتدخل عليه. من غير بيرميشن؟ في جزء منها انت في جزء منه دي صلاحيات، ودي هتدينا لحته السكيورتي والتشالنجز او ايوه الريسكس ايوه اللي موجوده في اوكي. الموضوع، بس يعني ممكن نتكلم عنها بالتفصيل شويه يعني في قدام يعني في الخلاف. تاخد الداتا بتاعتك دي وابتدي ان هي تعمل عليها اناليسيز زي اللي قلنا موضوع البيج داتا، وبتبتدي بعد كده تطلع لك تقول لك والله الباترن ده بتاع شخص مهتم بجزء معين، اوكي. ده اهتمامات شخص مثلا بيحب القراءه اكتر، ممكن نديله كتب مم. وهكذا. يعني خلينا نفكر الناس بأنه إحنا بنحاول نشرح أكتر عن الفوائد. لو نركز على الجزئية بتاعة قلة الخوف والفوائد، تمام. هو مفيد في إيه؟ طيب موضوع الفوائد يمكن ليه دي هنستفيد فيها شويه في الكلام ده. نستفيد يعني. ماشي. الفوائد، انا هفترض ان انا شخص في شركه ما وعايز أوكي. انشئ شركه، طبعا بالتالي بقى عندي عدد موظفين صغير. اكتر حاجه هتفيدني هنا اللي هي موضوع التايم والافورت ان اقدر اوفرهم في البدايه اللي هي انا كمبتدي الشركه. حلو. طيب هتفيدني في ايه؟ انا عندي ممكن اسيب موضوع الاوتوميشن، انا بدل ما اجيب موظف مم. يعمل تاسك معينه، مم. موضوع مثلا داتا انتري، لا انا ممكن استبدله بالاي اي ان هو يعمل لي التاسك دي. في مثلا امثله ممكن ندي عليها. كان ليا صديق بيحاول ان هو بيعمل اوتوميشن، ان انا عندي اكسل شيت في أوكي. مسجز معينه، في أوكي. كلام عايز ابعته ل1000 شخص أوكي. على الواتساب. ممكن تاخد منك وقت قد ايه لو انا قلت لك ابعت ال1000 مسج دي مانيوالي. مانيوالي لعملاء مثلا 1000 واحد بس، مش كلهم زي بعض، 100 مثلا مسج معينه و500 مسج معينه، هكذا العدد اللي انت عايزه. دي ممكن مانيوالي أوكي. عندك تفتح الواتساب وتقعد تعمل كوبي بيست كوبي بيست، ممكن تاخد منك، او الواحد بياخد 10 ثواني اضرب في 1000 يطلع لك رقم كبير جدا. انت دي ممكن كلها تعملها اصلا من غير ما تشوفها اصلا، يعني انت تديله الامر اللي انت عايزه يعملها لك كلها في ثواني. جميل. فدي مثلا ده مثال من الاستفاده. جميل. طب استفادة البيزنس، أعتقد استفادة في توفير الوقت. توفير الوقت اه. والعماله شويه. اوكي. هي دي في الناس تقول لك ايه، طب انا هتستبدلني كشخص؟ في ناس في يعني دي الحته هقول الاستفاده وممكن نتكلم في المخاطر شويه، بس انا هتكلم على امثله تانية للاستفاده. تمام. طب انا لو في البيت، يعني حياتنا اليوميه العاديه، تمام. مفيد في ايه؟ ادي لك مثال. انا مثلا من عايز مثلا اقارن ما بين عربيتين، بس انا مش راجل فاهم في الاوتوموتيف والحته دي. حلو السؤال ده، انا مش عربيات برضه. بالظبط، فما عنديش خبره، وممكن ليا اصدقاء ما فيش حد في دايرتي قريب شويه، او عشان كده اشوف حد ممكن اخد وقت طويل جدا. السيرش الاونلاين برضو ممكن يجيب لك حاجات معينه ليميتد ريسورسز او شويه، بيجيب لك حاجات مدفوعه. بالظبط. فانت فممكن يكون بتحس ان فيها هي misleading. في شويه بالظبط، في انحياز شويه ببعض الحاجات، يعني هتجي لك في التوب سيرش والناس مش بتفهمش في حاجات ممكن تبقاش عارفه التفاصيل يعني. فايه اللي هيحصل في الوقت دوت؟ انا بقى هستفيد منه ازاي؟ انا هدخل، انا في عندي مثال مثلا، رحت داخل على شات جي بي تي وبتكلم معاه، بقول له هترد عليا بالعاميه المصريه، انا عندي عايز اشتري عربيه في حدود 200,000 او 100,000 ايا كان الرقم، يعني تكون موفره في البنزين، وتكون عمليه، ومثلا بقسط شهري كذا، وانا البادجت بتاعتي كذا، وتفاصيل. قعدت ادي تفاصيل 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 كتير. بعدها طلع لي قال لي طيب انت عندك في الاختيارات، قلت له تجيب لي بس 4 اختيارات او 5 اختيارات. قال لي طب ال5 اختيارات كذا، كل 100 كيلو هتصرف قد كده، قسطها الشهري ممكن يبقى كذا، وعندك كذا كذا كذا. وقلت له طب هات لي ريفرنس لينكس للحاجات دي بحيث ان انا اشوفها. ودي النقطه اللي انت لازم اي حد وهو بيعمل سيرش في اونلاين ان هو يتاكد ان الاجابات جايه لك بريفرنس لينكس، عشان ساعات الاي اي بيجتهد وبيجود شويه وبيحط كلام من عنده زياده، لو لقى هو مش عارف الاجابه ساعات بيختلق الاجابه. فدي ممكن انا استفيد. طيب استفيد ايه تاني في حياتي اليوميه؟ انا مثلا عندي بنتي بتحاول ان هي تعمل بتقارن ما بين برودكتس معينه، او عايز تعمل برزنتيشن عندها في المدرسه مثلا، ممكن استفيد منها مثلا حاجه زي كده. انت محتاج تعرف معلومات عن منطقه معينه. انا ليا مثلا صديق عنده ستارت اب بتاعته، ما بتخاطبش البيزنس، بتخاطب اكتر الاند يوزر اللي عايز يشتري مثلا عقار معين داخل دبي، عن طريق الواتساب فويس كومنت. دي اسهل حاجه، دي زيرو ليرنينج كيرف، انت مش محتاج، كل الناس عارفه لو فتح الواتساب وراح على الصوت ويسجل خلاص. ازاي اقدر اوظفه وهو عمل ايه؟
اخد الموضوع ده في منطقه ان انا انا بدي فويس كوماند، انا عايز اشتري شقه في داون تاون في حدود كذا، وحاول تشوف لي افضل حاجه للبادجت كذا والحاجات دي. اداله شويه تفاصيل كتير جدا عن غرفتين وصاله وايا كان وساب وجاب له الاجابه. ساب كده اه ثواني، رجع له الاقتراحات كلها حلو. وبالشركات بالتفاصيل كلها وخلاص. انت بقى كنت ده بتاخد وقت فيه قد ايه؟ هيطلب منه عموله خلاص ما بعد الدفع بقى دي ما بينك وما بين الشركات العقاريه ما بيني وبين الاي اي. بالظبط يعني دي مثلا مثال، في امثله بقى يعني في امثله كتير. يعني موضوع الاوتوميشن ده والداتا انتري، موضوع البوتس يعني دي نقطه. البوتس طبعا دي نقطه يعني جميله مم. ومحتاجه جزء ان نحكي فيه، بس انا عايزك تديني اكتر كلام عن حياتنا. البيرسونال اسيستنتس دول اكتر جزئيه الناس كلها شايفه انه هم معانا، ودي صح. اكتر حاجه ايدينا رايحه لهم، لان هم بيعملوا اكتر من حاجه. هم مهم. فعلا بيساعدوا مساعدين شخصيين زي البيرسوناليزد اللي انت كلمته على تشات جي بي تي مهم. وكلمته بصوتك مهم. وباللهجه بتاعتك صح. او باللغه بتاعتك وفادك. صح. طيب التايب ده من الاستفاده، هل انت شايفه مش محتاج اي نوع من المراجعه؟ وبعدين في منهم انواع مدفوعه انواع مش مدفوعه، ما برضو يعني غريب شوية. يعني هو السيرفيس الكاملة مش قدامي. صح. هو في دي من ضمن تاخدنا لحته المخاطر يعني. مم. الجزء ده مم. انت عندك، انت ممكن ما تثقش 100%. دي قولا واحد. مهما حصل انت برضو الاجابات اللي بتجيلك مش 100% هي صح، لان في نقطه باشمهندس احمد، الاجابات اللي بتجيلك هي الاجابات اللي بتجيلي؟ لا. ولو نفس الكومنت؟ لو انا بتكلم على حاجات فاكتس يعني، او حاجات يعني مين فاز بكاس العالم اللي فات، هتجيلنا نفس الاجابه دي حلو. فاكتس ماشي. لكن لو في حاجات بقى بنتكلم فيها مع ان كومبليكيشنز الفاكتس وميكس شوية مختلفة، هو متعلم من شويه انهي مكتبة. السورس بالظبط. هو ده على فكره جزء كبير جدا ان انت تتفادى الاجابات الغلط عن طريق ان انت بتحدد له رينج معين للاجابات او الداتا معينه. وانا ببني الاي اي بتاعي او انا ببني الحاجه اللي انا عايزها تجيلي كاجابات. كل ما انا كنت محدد اكتر كل ما كان هو الاجابه اللي هترجع لي ادق اكتر. يعني لما اقول له مثلا انت هترجع لي بمرجعيه محامي مهندس دكتور، تفرق الاجابه جدا. عشان كده هو بيبقى عامل زي الفانل كده، كل ما انت كنت محدد كل ما يعني you get هتوصل narrow بالظبط. answers. ودي بقى اللي هي حته البرومبت انجينيرنج اللي هي هندسه الاوامر. انا لازم اكون مهندس عشان اعرف اساله؟ ده سؤال برضه جميل جدا اللي بتساله كتير يا جماعه. الاي اي حتى اللي بره التك اندستري يجي يسالني طب احنا ممكن نستفيد منه ازاي، او انا ابتدي فيه ازاي كده. لو انت ده يعني الشباب اللي بيدرسوا اللي بيدرسوا او اللي حوالينا، سواء ان هو لسه ملوش علاقه يعني في اي مجال انا اقدر استفيد منه في ايه. طب ابتدي فيه ازاي؟ هو انا لازم ابقى اي تي زيكم عشان اقدر ان انا ادخل في الموضوع اصلا كده؟ هو الجنريتيف والمساعدين الشخصيين اللي قلنا اساميهم من شويه دول اقرب حاجه للاستخدام اليومي بالنسبه للناس العاديه. انا بقى محتاج اكون مهندس عشان اعرف اساله، ولا انا ممكن يعني بس اطلب منه اللي انا عايزه والتزم بالنصايح اللي احنا قلناها من شويه، اكون دقيق؟ انا شايف ان انا استفاده الناس اللي هي مالهاش علاقه بالتك اندستري اكتر بكتير من الناس اللي جوه في التك اندستري. عيب على الناس اللي عندهم تك اندستري يسالوا اصلا. والله يعني بالظبط. مش بس كده، ده انا شايف ان انا مثلا انا لو دلوقتي شغال ديزاينر او بلاش علاقه بالديزاين، انا ايا كان انا حد عنده مكتب ايا كان حاجه بتبيع حاجه اونلاين. حلو. وانا ما عنديش اروح اكلم ميديا كومباني ان هي تعمل لي بوستس كل يوم وصور. انا اقدر اعمل ده كله فور فري من ويب سايتس اونلاين. اقول له انا عايز كونتنت او عندي صوره بتتكلم عن، ابتدي اوصف اللي انا عايزه كله، هيطلع لي صور. اقول له طب عايز بقى ايه 10 صور منها، غير الخلفيات، فنن بقى. فنن. وبعدين انت بتقدر تتخيل براحتك. يعني دي مواضيع دي ممكن نتكلم عليها في جزء يعني مثلا له علاقه بالهلوسه اكتر، بس اقصد ان هو مش ملتزم بقيود معينه. استنوا حلقه الهلوسه يا جماعه، الحلقه الجايه حلقه قويه جدا. يعني انا بساله بقول له ايه، طب انا عايز اعرف انا لقيت ديناصور في الشارع هعمل معاه ايه، هيجاوبك. هو مش هيقول لك لا، فاهم؟ فدي جزء تاني. اقصد ان انت مش هيهرب يعني. لا مش هيهرب. ما عندوش قيود من ناحيه الاجابات في الحاجه دي. فانت تقدر وانت بقى بتحاول ان انت توصل لكونتنت له علاقه بالصور. انا هتكلم ان انا مكتب او في شركه صغيره او
عندي بيج وعايز صور تفيدني في الكونتنت بتاعتي، وانا بدل ما اروح اتعاقد مع شركه بشكل كبير او يعني ممكن يكلفني، ممكن انا اخد الصور والكونتنت كمان اقدر ان انا هو يكتبها لي على الصور واخدها واعملها بوست عندي. فده جزء. طيب لو انا ممكن ليه علاقه بالمحاماه او البروكيورمنت او الاتش ار ده جزء كبير جدا. طب اتش ار انا بقدم على وظيفه او انا بختار من الوظائف؟ لو خدنا المثالين دول، لو انا بقدم على وظيفه، انا ساعات مثلا ممكن اروح لحد من اصحابي كنت زمان اقول له مثلا ايه ممكن الاسئله تتسال، يقول لي والله خلي بالك من 1 و2 و3 دي ممكن تتسال وكذا. لا انا ممكن عن طريق الاي اي اقعد ايوه زي الاستاذ كده ايوه واقول له انت دلوقتي ايوه الاتش ار ريكروتر والتكنيكال كونسلتنت اللي حلو. هيسالني في كذا. حلو، يتحول يتحول لواحد اتش قاعد ار قدامك بكرافته ويبتدي يسالك. ونضاره. بالظبط، ويبتدي يسالك الاسئله، اعرف نفسك كذا كذا. في منه بقى اللي هو التكست، وفي منه اللي هو الانتراكتيف، حد صوره وقاعد وانا قصادك. ممكن احدد يبقى انهي نوع من انواع الاتش ار، يعني مثلا اسئله اصعب، اسئله مودريت، اسئله مثلا في مجال ايا كان يعني اقدر كمان احدد وسينيوريتي ليفل، وحتى انت بيزك ادفانسد انترميديت حد مبتدي كذا. فبالتالي انت بتوفر على والمجال نفسك كمان والمجال وجوه المجال. يعني لو هتاخد مجال الاي تي مثلا بحكم شغلي، انا حد لسه جونيور ليفل وعايز اعرف ايه الاسئله اللي بتتسال جونيور ليفل مثلا كسبورت او هيلب ديسك. يقول لك دي الاسئله تخلي بالك منها، وهو يبتدي يسالك الاسئله دي. طيب وانت بناء على اجاباتك وممكن تقول له في الاخر قيمني، تديني كام من 10، هل انا ممكن اتقبل ولا بناء على الاجابات اللي انا قايلها، وابتدي يدي لك الاجابات. فبالتالي انت وفرت على نفسك مجهود كبير جدا. اعكس بقى، لو انا اتش ار وعندي ناس هتجيلي، جاي لي بقى ناس كتيره من جونيور وسينيور كده، انا عايز اعمل ايه معاهم؟ اول مرحله في تاني مرحله، اول مرحله الاسئله. انا ممكن ابقى انا مش ملم بكل الاسئله اللي في الحته دي، فانا اقول له هات لي مثلا افضل 10 اسئله ممكن اسالهم لحد سينيور ليفل في تايتل معين، ماشي، اساله. حلو. طيب ده جزء تاني. قبل بقى المرحله دي، لو انا عندي سي فيز في بقى مراجعه دي بقى فيها كلام كويس كده. طب قبل الحته ديت، انا يعني سو فار المثال، خلينا في بتاع الريكروتنج ده كويس. المثال ده سو فار انا بتعامل مع ليتس سي تشات جي بي تي او السوفت وير انجن اللي انا بتكلم الاي اي عليه الاتش ار، بتعامل معاه ان هو يقويني يساعدني. ممكن بقى انا اخليه يعمل كل حاجه، اقول له ادي عندك السيفيات اهي والعيال دي جايه الساعه 1 اعمل معاهم انترفيو. بص هو ده اللي المفروض اللي جاي، وادي الجوب ديسكريبشن وده السالري اللي هياخدوه. اي حد يقول لك زياده او شايف ايه، ما هي دي مراحل لسه متقدمه شويه، دي تاخدنا في كان ممكن نتكلم عن موضوع الفيوتشر اوف اي اي، لانه انا صراحه عايز اعرف استفاده الذكاء الاصطناعي. احنا سو فار اتكلمنا عن حياتنا، بس في صناعات او مجالات انا بحس انها صعبه. يعني في الطب مثلا، يعني احنا الحلقه اللي فاتت الضيف حكى، باشمهندس الياس حكى عن ان في مزارع الدرون بالذكاء الاصطناعي شغاله وبتقطف طماطم. فهو وصل لينا حتى الفلترنج بالظبط، الطماطم ذات نفسها في اي كمان هو عارف بقى طماطميه كويسه، حمرا مش حمرا قوي بالظبط، هو فاهم ده كله. هي كلها داتا انت تقدر تدخله في مجالات كتير جدا. يعني موضوع الاتش ار ده، انا مثلا لو عندي سي فيز، انا جاي لي انا شركه او ايا كان ريكروتنج كومباني او حتى اتش ار في مكان ما، بيجي لي مئات او ممكن الالاف او اكتر من السي فيز. انا مستحيل اعرف اقرا كل ده كله في شكل يومي، ابقى بس وظيفتي ان انا بقرا سي فيز. فبستفيد من الاي اي ازاي؟ عن طريق كذا حاجه. اول حاجه ان هو يعمل لي اناليسيس للسي فيز كلها. حلو. فبالتالي انا دلوقتي حطيت له السي فيز دي في مكان او في ايميل معين موجود فيه السي فيز دي، بيقرا لي السي فيز دي كلها وبيجيب لي الماتشنج كي ووردز مع الحاجات. انا عايز تايتل اكس، بيدور على كلمه اكس دي في كل السي فيز. تخيل انت عملت سيرش مثلا في 1000 سي في في 10 ثواني. انا كده مش محتاج اعين حد عنده خبره. يعني لو انا شركه ناشئه ستارت اب، انا وفرت فلوس كتير. صح. ان يكون عندي سينيور او حتى ايفن كونسلتنسي فيرم بيشتغل في ريكروتنج، ادفع له، مش هدفع له، انا كده خلاص انا خدت التولز، سالته
اي بليف يعني ان هو هو عارف هو بيعمل ايه. وهوفر الفلوس ديت في حاجه تانية. بالظبط. انا يعني مش عايز انا يبقى في اعتقاد ان انا بستبدل بصوره 100%. لا بالعكس، في هو ناس شايفه ان الاكس واي زد من الاوفيسز ديت، لا they deserve. ليه؟ لانه يمكن عندهم خبره اكتر، مرتاح انا معاهم، عندهم مثلا personalized service اكتر، انواع من الانماط من الشغل اللي بتبقى محتاجه حد يكون فعلا موجود، مش صح اعتماده على الذكاء الاصطناعي، بالظبط. في دي تفاصيل ايوه اكتر. بالظبط. انا لكن مش لو انا هستبدله. ستارت اب قدامي السولوشن ده، طيب انت شايف مثلا في صناعات تانية قادرة انها تستفاد؟ تستفاد طبعا. هي موضوع الميديا اندستري ده بشكل كبير جدا، وده فيه استفاده كبيره. مم. موضوع الطب بس ما طبعا ده يكونش في حد تفاصيل. يجي ياخد مكاني. لا لا دي صعبه، لان دي انتراكتيف صعبه هي. مفيش على فكره حته موضوع الوزن ده مفيش منه في الاي اي. التفاعل البشري ده جزء هو يمكن صعب ان هو يوصل له. اوكي. يعني يمكن نقول مستحيل، بس هو صعب جدا ان هو يوصل لموضوع التفاعل ده. لكن ان هو يستبدل بالكامل هيبقى فيه صعوبه شويه. بس في بعض الوظائف اللي هي مهدده، ودي طبيعي. بس انا مش عايز الناس تبقى معتقده ان انا انا بكره اسيب الشغل، لا. بكره يجي مكاني انت روبوت، فكر بكره بالموضوع بشكل تاني. اه انا في وقت ما مديري في الشغل قال يا جماعه الراجل ده كونسلتنت، من النهارده المفروض اعتمادكم على جي بي تي هيبقى بشكل اكبر، فبالتالي اوكي اعتماد على الراجل ده يبقى اقل. ده كده صدمه. تمام. طب انا دلوقتي المفروض اخاف ولا افرح ولا ايه بالظبط وضعي؟ هو لو انا ما بحبوش افرح فيه. لا هو هفرح. لا هو بيقول كده ليه انا قصادهم؟ يعني المفروض ان ايه ده، انا هو انت اعتماد. كونسلتنت؟ انا الكونسلتنت يعني يا بالظبط. ابني بالظبط. فبالتالي يا جماعه استبدلوا ده بدالي انا، لان انا من وظيفتي ان انا حد بيقول لي عندي مشكله بقول له يعمل ايه. حلو. فبالتالي انا بقى ساعتها انا اخاف ولا المفروض المنطقي من الكلام كده ان انا اخاف ان كده هيستبدلني؟ بالعكس انت كده اه هتشتغل شويه اضعف من زمان، برافو بس عليك. هيبقى عندك بقى اصعب الاسئله. ايوه تشالنج بالظبط. اه الليفل بقى اللي هو الاعلى، اللي هو ما البيزكس يقدرش والهادي عليه. بالظبط، اللي هي فيها كومبلكس سيناريوز. فبالتالي هنا تيجي بقى انت ليك، انت عليك مسؤوليه ان انت لازم تبقى انت دايما بتسابق اه كتكنولوجي، ولازم تذاكر وحاجات من دي، اوكي. يعني كورسز وحاجات من دي كتير. يعني اوكي حلو ماشي. حلو. اه وانت بقى عندك انت البرودكتيفيتي بتاعتك انت كانتاجيه بقت اعلى. انا بقيت استخدمه في حاجات كتير جدا. الحاجه اللي كانت بتطلب مني بتاخد اسبوع 10 ايام بقيت ممكن بقيت اعملها في نفس اليوم. واو. وبقيت ساعات ان انا ممكن قبل الحاجه بنص ساعه اخلص اللي انا عايزه. فبالتالي الانتاجيه بتاعتي مثلا على مدار الاسبوع والشهر والسنه بقت اكبر بكتير من زمان. فبدل ما كنت مثلا اخرج كام مشروع في السنه ممكن يبقوا اكتر. مم. فتبص للموضوع من المنطلق ده. زائد بقى السيناريوز اللي هي الكومبلكس دي، لا انت هي دي اللي ممكن لسه هتجيلي لحد برضه مستوى ما، وبعدها ابتدي ان انا اتطور اكتر وهكذا يعني. لكن انا ما خفتش من الموضوع في البدايه. وفي نفس الوقت بس في وظائف لا انت محتاج ان انت، يعني انت كمدير، انت المدير لاي شركه ما هيبص لايه؟ انا عايز حد فاهم هندسه الاوامر افضل من اي حد تاني. هندسه الاوامر لو انا محامي، لو انا بروكيورمنت، لو انا اتش ار، لو انا ايا كان المجال هسأل بتاعي. ازاي؟ هسال ازاي. اه فبقت زي ما كان زمان في 2000 في بدايه الالفينات لحد 2000 يمكن و10 كان اوكي. ابتدى فيه هوجه موضوع الاي سي دي، انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، اللي هي ماشي الشهاده الدوليه مش عارف يعني بتاعت صراحة مش الحسن عايزين ماشي مش ماشي عايزين نتكلم. بالظبط. دي كانت ابتدت كده وقال لك لازم تتعلم الكمبيوتر. دلوقتي لازم انت تتعلم هندسه الاوامر ايا كان انت ايه الكارير بتاعك. انت لازم تاخد كورس ولو نص ساعه ساعه ازاي ازاي؟ تعرف تكتب. حلو. ودي هتاخدك بقى انت هتجي انك تعمل ابجريد لنفسك وفي الكارير بتاعك ايا كان. وهتشوف كميه الوقت اللي انت بتوفره كبير جدا. انا يعني كنت انت بعملها بصعوبه قوي يا جماعه. انت ممكن الموضوع يبقى اسهل بكتير من انت كده. نسيت انه كتير مننا بيغرقوا في الشغل وبينسوا ان هم يطوروا نفسهم في دراسة كورس او بتهيالي. يعني لو انا جه حد قال لي والله من بكره حبيبي هنقسم الشغل بينك وبين الآلة، اقول له ثانك يو سو ماتش، انا اروح بقى بالظبط اتعلم شوف انا ورايا ايه. بالظبط. هيبقى عندك بفر شويه تعرف تتعلم، تعرف تقرا على حاجه، حتى في جوه شغلك هتبقى ريلاكسد شويه ومش حاسس بضغط ان انا لازم لا الدنيا بس ما هتبقى اسهل يقسمش معاك. معايا الفلوس. لا لا شطارتك بقى انت اصرف عليه عشان هو يفيدك بعد كده. لا انت دلوقتي بالعكس. قلت نقطة حلوة قوي. ازاي بقى الذكاء الاصطناعي هو ازاي هيغير التعليم التقليدي؟ بما اني انا مطلوب مني دلوقتي خلاص انا المفروض عديت مرحلة الاي سي دي ال، بالظبط فداخل على ان انا اتعلم الاوامر، مم. هندسة الاوامر. صح. التعليم التقليدي اصلا اللي هو العادي اللي هو بتاعنا بتاع نروح المدرسة وعندك حصص احضرها قول لي بقى ازاي الاستاذ ده داخل في الاديوكيشن؟ ده ممكن يدخل في مناطق كتيرة جدا.
هناخدها مثلا في الطالب والمدرس. حلو. لو بنتكلم على مستوى المدرس، فبقى زي ما كان في فتره لازم يتعلموا الاي سي دي للمدرسين لما كانوا بيفرضوا عليهم، عشان فلازم يعرفوا الناس يستخدموا بالظبط. الكمبيوتر جوه المدرسه. انت بقى عندك في تحدي تاني، ان الطلبه جايه لك باجابات كوبي بيست شات جي بي تي. فانت مهم. لازم تبقى انت عارف مهم. هل هي معمول لها هي شات جي بي تي ولا مهم. هيومنايزد ولا رايحه اكتر ناحيه ايه. مم. فانت كمدرس مم. تجي الاجابات كلها الكترونيك عن طريق ايا كان مكتوبه او ايا كان معموله. فانت عندك مهمه ان انت تعرف تعمل فلترنج الاجابات اللي جالك دي شكلها عامل ازاي. ده جزء من الموضوع. هو لازم يبقى اصلا فاهم. هم عندهم اللكجري او الاتاحه والافيلابيلتي ان حبيبي ممكن طلاب تجاوب لي منه. طبعا يعني سو فار ده اوكي. موجود موجود. زي اوبن بوك كده، اوبن اي اي. ده جزء من الموضوع بس الاجابه بقى اللي حبيت. راجعه لك اه ماشي. هنا بقى رجعنا مدارس تاني. الموضوع اسهل بكتير. انا في امثله على يعني بنتي في الموضوع واصل لا لمراحل كويسه جدا مفيده يعني ماشي. بس برضو زي ما هي لها مميزات ان هي بتوفر وقت، برضو بتقلل حته ال- المهاره ذات نفسها. المهاره مم. بتقل. مم. زي ما كان في الآلة الحاسبة أنت كنت ممكن أقول لك كام في كام تجاوب سؤال كده، لا بالآلة شوية بتقلل شوية. نفس القصة في الاي اي. فأنت بس كان في اسئله في الامتحان يعني بتكون معموله بعدم استخدام الاله الحاسبه. في بالظبط. اه فانت عندك الاي اي طبعا يعني حته ان هو هيقلل لك شويه المهاره، فده مم. جزء كبير انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا في حاجات كتيره، فبالتالي هو حاسس ان الاجابات جاهزه 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 جاهزه. فالمدرس هيبقى عنده وظيفه دلوقتي ان هو لازم يتعلم اولا تساعده هو في تحضير المحتوى بتاعه، بدل ما اقول لك حبيت عشان كل المدرسين اللي بيسمعوني تحضير. الحلقه اللي فاتت انه طب انا ايه المطلوب مني اعمله. اول زي ما احنا قلنا اول حاجه انت مثلا تقرا يعني 2 3 توبكس عن موضوع هندسه الاوامر، بس مش هندسه الاوامر من منطلق ان انت هتبقى هتبني الحاجه لا اي اي انجينير، لا يس. خالص. انا عايز استخدمه في وظيفه ما. ايه افضل ويب سايتس مثلا ممكن تفيدني لكتابه محتوى عن حاجه معينه. فانا لما هبقى عارف ازاي اتكلم معاه، انا محتاج لغه، محتاج اعرف اكلمه صح، لو سواء بالانجليزي او بالعربي او بالصوت، اوكي. ويطلع لك الحاجات اللي انت عاوزها. وبالتالي كل ما انا بوصف له اكتر وفاهم هو بيشتغل ازاي، ما اقولوش مثلا ايه مين افضل فريق، فيسالني كده انا عملت حاجه افضل فريق في كره القدم ولا كره السله ولا كره القدم في اوروبا ولا فاهم. تبتدي كده تنزل شويه شويه شويه. كل ما انت كنت محدد معاه في السؤال بتاعك، كل ما هيجيب لك مين افضل فريق في الدوري مثلا الاماراتي في اخر 3 سنين، هيقول لي مثلا العين الامارات مثلا يعني. تحيه فاهمني؟ للعين الاماراتي. تمام. فبالتالي هو هيقول لي كل ما انا كنت محدد معاه في السؤال، كل ما هيكون محدد معايا في الاجابه، وهيجيب لي اجابه زي اللي انا عايزه. لان في ناس على فكره زهقت منه في بدايه الاسئله. انا بساله على حاجه ايه ده البتاع ده غبي جدا. هو مش هو اللي غبي، بس مش هقول انا الغبي، بس انا اللي مش عارف اوصف له السؤال بطريقه صحيحه. هو يرجع لي، هو معايا تحت امري، هو كأنه دراع اليمين، فهيجيب لي اجابات محدده للي انا عايزه. تفتكر فالتحضير هيفيد يعني. في التحضير مثلا مش لازم نركز على الإنشائي بس، ممكن يكون في تولز تانية. يعني دلوقتي كان المدرس بيروح المكتبة، بس دلوقتي لو المكتبة ذات نفسها powered by AI، هو يقدر يجاوب عنده تو ريسورسز، مش بس الانشاء اللي لكل الناس اللي هو الطالب يمكن بيستخدم استخدمه نفس صح. الحاجه، لا بس هو عنده المكان اللي يعرفه اللي كان دايما يدور فيه، بس طريقه السيرش بتاعته بقت اسرع بشكل كبير جدا. انت عندك تحت ايدك ريسورسز رهيبه، مصادر كتيره جدا. المكتبه دي يعني انت جزء منه. لو انا عايز مثلا ايه بتكلم عن اي موضوع، انا عايز اتكلم النهارده عن الجغرافيا م. او التاريخ، وعايز احضر توبيك عن غابات معينه في دوله ما. م. خدت الكلام خلاص، عرفت اوصل اجيب الكلام. عايز بقى شويه حاجات تفاعليه، او عايز جيمز ليها علاقه بالموضوع، م. او عايز اخلي الطلبه تبقى انتراكتيف مع حاجه معينة. اقدر اعمل كل دوت وانا ماليش علاقه اصلا بالاي تي. اقدر اروح اوصف له يجيب لي صور للحاجه اللي انا بعملها ديت، وممكن يبقى فيها حاجات فن يعني الطلبه تحس ان انا باخد حاجه كده واعرضها بشكل ما. يعني بتهيالي الموضوع يعني فيه يعني كبير ممكن المعلم طريقه الشرح بتاعته تختلف بشكل كبير جدا. وممكن اصلا اقول له انا ده الموضوع بتاعي اللي انا هتكلم النهارده، ايه ممكن تحسينات تضيفها لي عليه. يقول لي انت ممكن تضيف عليه 1 2 3 و4. طب هات لي صور ليها علاقه بالثلاث اربع حاجات اللي انا قلتهم دول. طب اعمل لي فيديو توعوي بسيط عن التوبيك ده، يعمل لك. طب هات لي مثلا ريفرنس لينكس لكل حاجه انت قلتها لي، بحيث ان انا ابقى المعلومه دي متوثقه وكل حاجه، يجيب لك الحاجات دي كلها.
فبالتالي تقدر توظف اعملوا لي بقى في صوره برزنتيشن عشان هعرضها على كذا في صوره 10 سلايدز مثلا، يعملها لك. شوف انت وفرت قد ايه. فلا انت ممكن انت كمعلم كمحامي كايا كان، لا انت ممكن توصل لحاجات انت اكنك مثلا 3 4 مع بعض. فبالتالي انت بص للانتاجيه بتاعتك للكواليتي بتاعت الحاجه اكن مراقب معاك اكن حاجه معاك. فبالتالي ممكن تفيد كتير وتستفيد من الموضوع يعني. طب والطلبه بقى، الطلبه لا ده موضوع حبايبنا الصغيرين، ولا نجيب لهم العصايه؟ الطلبه يستفيد. بيجاوبوش، بيستخدموا تشات جي بي تي. الموضوع بقى كمان في انت بصور واقول له دي معادله، ايه الاجابه بيطلعها لك انستا. آه. ده الموضوع وصل بيكتبها لمرحله على الصوره. والله انت اهي. تحس ان الموضوع كده خطأ. ده انت حتى في حاجات تكتب عليها الكترونيك وانت بتكتب بيقول لك الريزلت على الشاشه، انت بتكتب على طول من غير ما انت ما تعمل الكالكوليشنز. يعني مثلا او في حاجات فيها ماثيماتكس ادفانسد شويه، في حاجه. هسألك سؤال ممكن يكون غبي شويه. لازم كل التولز دي تكون متوصله بالانترنت؟ بنسبه كبيره هي اغلبها يعني، ما كانش كلها يعني. يعني انا دلوقتي الداتا في العالم، يعني الانترنت اللي بالنتورك بروفايدر بقى رخيص في عدد كبير من صح. العالم، وبقى متوفر في عدد كبير من العالم. فما فيش مشكلة ان طالب في سن المدرسة يكون عنده جهاز قادر انه يتوصل بالانترنت ومش بالواي فاي بتاع المدرسة. فانت شايف ان ده تحايل، ان هو مثلا عارف انه بص، كل التحايل انت لازم تبقى انت زي ما الهاكر اوكي بيسبقك، زي ما الطالب هيسبقك، زي ما انت كمان المفروض تسبقه. الحاجات دي كلها ودي ليها كنترولز ممكن تتعمل على مستوى المدارس، وده جزء من الموضوع. انه ممكن المدارس توفر مثلا، لان احنا عايزين الطلبه تستفاد من التولز. يعني هو ده اللي انا حاولت انه نشيل الخوف من لا ما تستخدمش ده، استخدمه. ده سؤال انا سالتك. في ناس بتتكسف منه على فكره. في ناس تقول لك ايه، انا كاتب الكلام ده بشات جي بي تي. على فكره انا عادي. كاتبه بشات جي بي تي. بالظبط. يقول لك الاسئله بتاعت الحلقه دي مكتوبه بشات جي بي تي. بالظبط. على فكره انا محضر جزء كبير من الكلام دوت. انا في حاجات انا عارفها بس عايز سياق مرتب. انا في كلام يعني في كلام كتير في دماغك لان انت شغال في الموضوع مش مهتم ان انا ابقى ارتب كلامي بشكل معين. هو بصراحه في فلا، الترتيب رائع. انا قلت له انا عايز، انا هتكلم عن كذا 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 كذا، وابتديت ان انا اتكلم. لا انا عايز هتكلم في ايه، طب كذا. ابتدي ارتب لي الاسئله دي كلها. فانت ممكن يعني تاخد الموضوع في منطقه ان انت لا تستفيد منه بشكل يومي، ولو على مستوى الطلبه والكنترول للموضوع. انت في اجابات بقى بتجيلك الناس يقول لك ايه، انا الاجابه دي مش شبهي. وبالفعل بتبقى مش شبه. ليه؟ لان فيها مصطلحات كبير عليك. انت بسيط. لسه ما دخلتش انت بالظبط. لسه في كيجي يعني. وفي ناس انا بشوف مثلا بعت الايميل ده مستحيل يكون اصلا الشخص ما ده بنتكلمش كاتب كلمتين على بعض. بالظبط. انا عايز اسالك بقى في الحته دي، ده ازاي نقلل الاخطاء؟ اه يعني انا ممكن، يعني لانه اكيد كل الناس حضرت في شهر 9 اللي فات، حضرت الابديت الجديد بتاع الايفون والاي او اس الجديد، انه بيدعم الاي اي سبيشالي في موضوع كتابه الايميلات. تمام. بغض النظر احنا ممكن ما نلاقيهوش عندنا في الميدل ايست، مش عارف ليه، ولكن ازاي انا اخد بالي ان الاستاذ اللي عمال يكتب لي اجابات يطلع انا دي طب مثلا انا اتكلم معاه كتير فيعرفني واعرفه. ده جزء من الماشين. هو جزء الماشين ليرنينج. انت بتعلم الاله كل ما هي كانت فهمك اكتر، كل ما تعرف تجاوب زيك اكتر. فده الليرنينج كيرف بتاعها هيبتدي يزيد مع الاستخدام. بس مش تجاوب آلة. زي، بس انا عايزها تقلل اخطائي يعني، او تعلي من كفاءتي مثلا. تمام. في عند مايكروسوفت تول. اوكي. مش بنعملها اعلان. ماشي. لا بس في عند مايكروسوفت ماشي في كوبايلوت داخل في كل البرودكت اللي انت بتستخدم الاكسل والباوربوينت والوورد مش اوتو بايلوت، والتيمز. ده لا كو كوبايلوت بالظبط. تمام. المساعد بتاعك يعني. حبايبنا الطيورين. ماشي. حلو. بتعمل ايه بقى الكوبايلوت دي؟ الكوبايلوت حتى تيمز اللي احنا بنعمل مكالمات وفي حاجات تانية يعني. تعمل ايه بقى؟ انت مثلا سواء عايز تكتب ايميل معين جديد، فممكن تديله بعض الكي ووردز يعني تقول له والله انا اكتب لي ايميل عن كذا. فبيدي لك اوبشن يقول له لا خليه مور فورم، خليه رسمي اكتر، او خليه لي لا كاجوال اكتر، او خليه سيمي كاجوال اكتر. فبالتالي ان انت وصلت للصيغه، او خلوا لي مور هيومنايزد، خليه لي اكتر بشري اكتر.
يعني مبقاش في كلام جاي من المعجم، ما حدش يستخدم المصطلح ده مثلا من 100 سنة سنه مثلا. واحد. بالظبط. فبالتالي بالفعل بتلاقي انا في كلام انا اول مره اشوف في حياتي. فانت لو حد اصلا شخص نيتيف لللانجوج دي مش هيقول لك ايه هيعرفها. ده؟ ده باين ان هو في حاجه غلط يعني. ماشي. فبالتالي يوصلك لمرحله ان انت ايه، خدت سياق ايميل مم. مباشر وسهل عليك الموضوع وكتب لك الكلام. في ناس بيبقى عندها شويه بتعطل في حته ان انا اعبر عن اللي جوايا في الايميل، فبالتالي كتب لك هو اللي انت عايزه كله. ده ممكن مم. تستخدمه في الحته دي، ممكن تستخدمه في الوورد او الباوربوينت. الوورد ممكن تستخدمه ازاي؟ انا بكتب باراجرافز عن توبيك معين ايا كان ايه مجالك. حلو. ماشي. حلو. هو بيبقى طالع معاك جوه الوورد فايل ذات نفسه. انت بتديله تقول له مثلا أنا عايز اكتب باراجراف 10 لاين، تحدد بقى انا عايز 10 سطور تتكلم عن كذا، فيهم سرد الحاجه معينه ببدايه كذا ونهايه كذا، وفي مثلا حط لي صور مم. في بدايه الموضوع بتتكلم عن الموضوع دوت، وحط لي المصادر بتاعتها، وقول لي مثلا الحاجه دي ذكرت كم مره، وطلع لي جدول مقارنه ما بين الحاجه دي والحاجه دي في شكل جدول معين يعني كده، طلعها لك. فانت ممكن تستفيد بالشكل ده. باوربوينت نفس الكلام. حلو. كده هو قدر ان هو يساعد ويساهم في تقليل الاخطاء بشكل وزيادة كبير. الكفاءة. بالظبط. ودي من اهم المميزات للاي اي. انا لو باخده منافس ليا ولا مساعد ليا؟ لو انا ببص له منافس ليا انا دايما هخسر. لو انا ببص ليه ان هو مساعد ليا، لا هيساعدك بشكل كبير جدا. خده معاك وكملوا مع بعض الطريق احسن ما تقف ضده وتبقى انت كل شويه انت اللي هتتعب. مم. لان هو كده كده بيجري وبيجري بسرعه جدا، منحنى التعليم بتاعه بيتضاعف بشكل كبير جدا، والاصدارات اللي جايه منه هتوصل لمرحله ان هي لا تعمل حاجات كتيره جدا احنا صعب نعملها. الحلقة اللي فاتت كانت عن robotics versus autonomous. الروبوتات اللي احنا كلنا نعرفها، الإنسان الآلي ومعاه أنظمة التحكم الذاتية. انت شايف ان ده كان كتير قوي جالنا تعليقات انه ماشي هما ضد بعض، بس هم ممكن يعملوا لنا replacement، ياخدوا محل العمالة البشرية. بنسبة عشان برضه يبقى الموضوع، انا عارف ان هي ممكن تبقى صدمة لبعض الناس، بس ده حقيقي يعني. في بعض الناس هيحصل لها ريبليسمنت زي ما كان في وظائف قبل كده خلاص اندثرت نتيجة التطور او التكنولوجيا اتطورت في المنطقة ديت، سواء صناعة او ايا كان. زي ما هو برضه الاي اي هيجي يعمل ريبليسمنت لبعض الوظائف اللي هي اكتر روتينية. الحاجات اللي هي محتاجة بقى لا حد يتكلم ويتفاعل دي ممكن تاخدها كده، بس دي بتغطي قد ايه؟ انت لو جيت تقول مثلا أنا عندي بيجي لي 100 سؤال في اليوم، في مثلا 90% منهم ممكن اصلا تبقى اجابات انا محتاج عايز اعرف كذا ينفع ولا لا. ايه الحد الاقصى لان انا للتحويل اليومي ليا في البنك، انا مش محتاج ارفع السماعه واتصل بالبنك. حلو. انا لو عندي تشات بوت بيجاوب لي على طول ايه الحد الاقصى، يقول لي مثلا 10000 درهم، خلاص انا عرفت الاجابه. في من ده قد ايه كتير. فانت بالتالي لو انا كخدمه عملاء انا ممكن احسنها بشكل كبير. بدل ما كان في شخص بياخد بيرفع السماعه وبيرد على السؤال ده، انا استبدلته. فكده دي روتين تاسكس. ده مثال تاني لتحسين خدمة العملاء وتبديل لبعض هو الوظائف. بيني وبينك يعني خدمة العملاء يا ريت كلها تتلغي، يعني يا ريت يكون كله روبوتات، لأن بصراحة الوضع صعب. في بعض الناس ما بتردش، ودي مشكلة. أنا الطاقة ده طويل جدا. كيوزر أنا أحب يكون عندي حد في خدمة العملاء، بني آدم في الأسئلة اللي محتاجة فيها بني آدم. صح. النسبة قد ايه بقى؟ لو نقدر يعني لو ده أنت شايف إن إحنا في جزئية الكاستمر سيرفيس الذكاء الاصطناعي بيقدر يخدمنا، وده اللي فعلا انا بشوفه ذكاء مش اصطناعي، ان احنا بنفكر ازاي نستخدم التكنولوجي الجديدة في الكور بتاع هي ليه اصلا الكاستمر سيرفيس دي موجودة. انا لو عايز حاجة personalized مش هخلي آلة عندي، لكن لو عايز اجابات الجنرال اللي بتخلي كيو كبير قوي طويل، واحد عايز بجد مع واحد واقف على حاجة بسيطة يعني. مظبوط. بالظبط. فساعتها انت ممكن تفصل ما هم بين بيفكروا الاثنين في دول. كده، يعني هم دلوقتي بيفكروا في كده بالفعل. هو في بس ايه بقى، يعني في ناس بقى بتستخدم البوت بشكل غلط، فبالتالي بيدي انطباع عنه ان ان انت هو داخل. فاشل ملوش لازمة. جدا. وفي بعض الامثله دلوقتي، انا مش هدي طبعا امثله، بس يعني اه في بعض الشركات اه عندها امثله البوت سيرفيس تكرهها، يعني عشان توصل ان انت مثلا ايه، هو فارض عليك ان انت ما ينفعش تتكلم معايا كشخص لشخص الا لما تعدي للبوت.
اوكي بس انت مغطي لي سيناريو، انا بقى اللي انا عايزه مش موجود في دي السيناريو مش مشكله الاي اي، بالظبط. دي لا مشكله توظيف الحاجه توظيف بشكل الحاجه. خاطئ. فبالتالي انت بيجي لك انطباع يا جماعه البوت ده اصلا غبي جدا، ان انت بيقول لك ايه. يعني في مره في احد البنوك، فبساله بقول له انا دلوقتي رحت البنك بالفعل، رحت الفرع بتاع البنك، فبقول له انا بحاول ان انا اوصل ليكم عن طريق التليفون، فبالتالي انا عندي سؤال بسيط جدا عن حاجه معينه. فقال لي لا انت لو انت حضرتك في عن طريق الكول انسر ماشين بيقول لك كذا، قول له مشكله مشكله مشكله، هيحولك. قول له طب انا اعرف منين معلومه السر ده، اعرفه منين ده؟ مشكله بالثلاثه. بقول له طب اعرف منين الموضوع ده؟ قال لي والله هي دي اللي عندنا الخدمه كده. قلت له طب انا بحاول على التليفون، لما بيحاول بيقول لي كرر عليا كرر عليا، قال لي بعد كده في الاخر بيقول لي عفوا يروح قافل. فبالتالي انا ساعتها ببقى هنفجر من الغضب ان انا ما بعرفش اوصل اللي انا عايزه. وحتى عن طريق الكتابه لازم اقعد اكتب اكتب اكتب. عندي مشكله في كذا، جربت كذا، جربت، عملت كذا، جربت، خلاص. طب حاولت كذا، حاولت، خلاص. عايز تحول. عارف المشكله منين؟ هو للاسف ما كانش عنده اي ديب ليرنينج ولا ماشين ليرنينج من حاجات عدله. بالظبط. يعني للاسف شاف اوبشنز الكاستمر سيرفيس كلها كده، فهو طلع زيهم. وفي موضه ان هو في ناس اصلا بتعمل الحاجه موضه، كله عمل بوت سيرفيس مثلا، طلع بوت سيرفيس وخلاص. طب هي متوظفه صح؟ محطوط ليها داتا بشكل معين؟ يعني في بعض البوت سيرفيس حاليا اللي هتبقى متواجده في الفتره الجايه، انت مش بتغذيه بجنرال داتا، انا بغذيه بالداتا هي تارجتد وكلوز داتا على الداتا بتاعتي بس. حبيت. فبالتالي هنا انا عندي اورجانيزيشن فيها نفترض تيرا بايتس اوف داتا، انا مخلي البوت هو كاستمايزد ومتفصل وتيلورد على الحته دي بس. فاجاباته هتبقى من الحاجات دي فقط، مش هتبقى جينيريك اكتر، هتبقى محدده. فبالتالي الاجابات اللي هتطلع ادق. انا مش عايزه يطلع يقول لي خش على الويب سايت بتاع انا عايزك تجاوب لي بجد وتجيب لي الحاجه اللي انا عاوزها. فبالتالي لو اغلب الشركات بتتعامل مع البوت سيرفيس او الاي اي متوظف بالشكل ده، هتقلل من الاخطاء، وحتى الاجابات هتبقى ادق اكتر، وبتجاوب للناس على اسئلتها بشكل اسرع. مكلف الموضوع ده يا باشمهندس؟ ما دي بقى من ضمن التحديات اللي موجوده في الاي اي. طبعا الجزء دوت، سواء ان انت لو انت بتيجي تبني الجزء دوت، في جزء منه مكلف. لو انا بستخدم حاجه اونلاين، او بستخدم حاجه انا هبنيها عندي، ده جزئين. هبنيها عندي كده، انت بتتكلم في مؤسسات او جهات كبيره، جهات حكوميه او شركات كبيره عايزه تبني اي اي موديل عندها داخليه. في بعض الحكومات، الجهات الحكوميه هنا ابتدت في الموضوع ده بالفعل. وفي حاليا مثال كويس جدا على عربي اي اي موجود من ضمن الحاجات الانيشيتيفز اللي موجوده هنا في اخر سنين يعني. وفي ان انت تستخدم حاجه اونلاين، هيبقى كل حاجه لها مميزات وعيوب. لو انا هروح لحاجه اونلاين، انت دلوقتي بتتعامل مع بابليك داتا، او لو حتى هتديله اكسس، يعني هعمل انتجريت مثلا لشات جي بي تي مع الداتا بتاعتي اللي موجوده عندي في الداتا سنترز اللي موجوده في الخدمات اللي عندي، او الداتا سنترز اللي عندي. لو انا بديله اكسس عليها، فبالتالي انا كده عندي في مشكله سكيورتي، ان هو بقى الداتا بتاعتي دي بقت خرجت بره في السيرش انجن بره. دي مشكله، لازم تتراجع الداتا قبل ما توديها بره. لو انا بقى بستخدم خدمه اونلاين، بيبقى سعرها اقل شويه لو هقارنها كتكاليف ان انا ابنيها من الداخل، لان بحتاج كمبيوت عالي جدا. انت الاي اي احنا بنشوفه بيدينا الريزلتس بشكل سريع، عشان هو مبني على ريسورسز، رام وسي بي يو، ديسك رامات وسي بي يوز والحاجات دي كلها، بس عملاقه بشكل ارقام كبيره جدا يعني، عشان تطلع لك الريزلتس في لحظه كده يعني. فدي بيبقى لها كوست كبيره جدا. بس توظيفه انا مش مطالب ان انا ابني او ان انا اعمل دوت. يعني ممكن تبقى فئه لا تتعدى مثلا 1% بجد في العالم كله اللي محتاجه تعمل حاجه بالشكل ده. الباقي كله المفروض يستخدمه. يعني انا محتاج ان انا ابتدي في استخدامه بالفعل. انا ده تكلفته بسيطه جدا، يمكن ولا حاجه. يعني الفري فيرجنز بتاعت اغلب الحاجات، لو ما عندكش موانع سكيورتي، يعني انت مش بتعمل عليه بيرسونال داتا بشكل كبير جدا، مش برفع كل الداتا بتاعتي والحاجات دي كلها، خلاص ما عندكش مانع خالص. انا ممكن تعمل في فيتشرز مثلا اسك دوكيومنت، انا مش محتاج، انا دي بسيطه. فبالتالي انا ما عنديش، ده مش مكلف بالنسبه لي. حلو. فانت لو هتقيس على مستوى الافراد، ودي الاغلبيه، مش مكلف خالص. على مستوى الشركات والمؤسسات، هنا بقى تيجي حته السكيورتي، في سكيورتي كونسيرن، في موانع عندي لموضوع الامان والحمايه اللي عندي. خلاص هنا هيجي لك شويه تحديات. مفيش، خلاص الموضوع برضه هيفضل في منطقه ان انت الكوست بتاعته هتبقى صغيره جدا. بس يعني دي بالنسبه لحته هل في تكاليف ولا لا. احنا قلنا موضوع ان انت يبقى عندك حد 24/7 تستخدم البوتس. ممكن عندك موضوع الداتا انتري، ممكن هو يعملها لك بشكل كبير جدا. موضوع الاوتوميشن عامه، الجزء ده
ممكن الناس الناس لما بتسمع اصلا كلمه الاوتونوموس والاوتوميشن الخاصه بالسيرفيسز اللي بتكون فيها personal interaction، المفروض كانوا متعودين على انسان هو اللي بيقوم بنفس الوظيفه، الناس بتنفر منها. ده علشان احنا شايفين سو فار الموضوع لسه بيتبني، صح. فممكن ده مش في شكله الالتيميت اللي الناس منتظراه او اللي الشركات بتطمح له. عشان كده الناس مش حاسه انه مفيد. لكن احنا دلوقتي عايزين نتكلم هو هيفيد ازاي، especially في الكونسيومر ساتسفاكشن او خدمه العملاء المباشره في قطاعات كبيره. مؤخرا الانطباع السيء اللي متاخد على النقطه دي اه لان نتيجه ان انا الاوتوميشن كان تحس ان هو حاجه يعني انسان آلي مفيش مشاعر، تحس ان هو ماشي محدد جدا، السيناريو بتاعته بدايتها ونهايتها اجاباته تدخل مزعجه تعمل يعني. كذا كذا آه. كذا كذا. مم. في مثلا في مجال الميديا او مهم. مثلا حد بيعمل بوست بشكل يومي على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب بشكل مره واحده، كان ممكن تاخد فيها وقت طويل جدا. ابلكيشنز مثلا تعمل لك موضوع الاوتوميشن ده بس بشكل مبسط شويه، اللي هو يدخل يقول لك ايه كذا، انت اوكي بعمل لينكس انا بكل حاجه وببتدي ان انا انتشر في نفس الوقت اللي انت بتختاره يعني. ده مثلا مثال مبسط لموضوع الاوتوميشن. لكن مع بقى ان انا تطور الاي اي بشكل كبير الفتره اللي فاتت ديت، ابتدي ان انا فهم الباترن بتاعتك، فهم النمط بتاعك من ناحيه انت بتحب ايه، بتشتغل ازاي، انت ممكن لا ده هو بقى شاطر، هو بقى عارف اليوتيوب شكله بقى عامل ازاي، التيك توك المفروض الشورتس بتاعه عامل ازاي. لا هو انت عدى خبير عني في الموضوع ده مش اكتر. بس انه مثلا اديت له الفيديو وقلت له بليز انشر في نفس الوقت، لا هو عارف ينشر بأنهي حجم في كل منصة. ان الناس شوية قلقانة من انه انا الاقيه قدامي بيتكلم، انا الاقيه قدامي بيجاوبني على خدمة انا محتاج مهم. انسان يرد عليا. الجزئية ديت موجودة علشان هو جديد، يعني ده شعورنا كبشر ان هو جديد، ولا هم فعلا شافوا there is no trust انه والله هو متغذي بالمعلومات ديت، فانا لازم اعدي العقبة بتاعت الآلة ايوه وبعدين الاقي بني ادم بقى ايه اعرف اخد منه اللي انا اتفضل. عايزه. بالظبط. ليه هم مش بيقولوا للآلة مثلا يلا، ما هو مش البني ادم صح. ده واخد عنده ال ان دي في الشركه بتاعته مديانه اندكشن زي يجاوب. صح. اونستلي هو السؤال ده جالي وانا بتكلم لا لا معاك، كويس، سؤال جميل لأن بجد. انا بحس ان هي دي حاجه قدامنا. انا بقعد الوم الناس اللي بتبني حاجه زي كده ان هو بنيها بشكل غلط، ينفر الناس منها ويكرهها فيه. مع انه ده مثلا ده لو بادجت وايز، ولا هو فعلا غلط في البنى؟ لا في جزء منه البنى بشكل كبير جدا، ان هو تقنيا في طبعا حاجات وقع فيها. طبعا وهو ممكن يخليه افضل من كده بكتير. وفي أوكي. امثله على دي كتيره جدا أوكي. يعني موجوده عند سواء تسلا او ايا كان الشركات الكبيره. الاوتو درايف مثلا ادفانسد جدا في امريكا وفي اوروبا في بعض الدول. يعني خلاص وصل لمرحله ان هو بقى عارف الاوتو بايلوت يسوق ازاي من غير اي حاجه خالص، يعني شركات قايمه ما فيهاش ولا سواق. طب ده مثلا معناه ان التك وايز حكر على ديستنيشنز على ديستنيشن تانية؟ البادجت بتحكم شويه في الحته دي. اوكي. طبعا يعني اوكي. في ناس طب عندها. ليه يعني ايه اللي مخلي غالي؟ ايه اللي مخليه غالي مع انه مثلا بتتوفر لنا خدمات بشكل واسع مع التطور التكنولوجي بتاع كل يوم؟ اشمعنى ده اللي غالي؟ تبني حاجه تنافس، تعمل كومبيتيشن او كومبيت مع حاجات بره. انت هي النوها واحده، يعني لغه البرمجه واحده. انا هنا لو عارف لغه برمجه معينه زي في دوله تانية عارف نفس لغه البرمجه، هناك بنى عليها اي انجن، انا اقدر اعمل ده، بس طبعا بحتاج مساعدات. يعني هنا لما قدروا يبنوا عربي اي او ايا كان الانجن فاكر ده. جيس؟ طبعا سامع بالظبط. عنه. انا طبعا لما انا كنت يعني من كتر الفرحة والفخر ما كنتش مصدق انه. ونازل ك ال ام حاجات من ولو اللانجوج هنتكلم مودلز. بقى عن بالظبط. بالظبط. لغات البرمجة ده بقى ده قصة ده قصة تانية. ده موضوع كبير. لا حاجة مشرفة. طب ليه بقى؟ ما هي في الآخر أنت لو معاك صحيح، تحية لصديقك اللي عنده لغة برمجة باسمه، دي حاجة تحية جميلة يعني. الناس المحترمة جدا يعني محمود. لغة برمجة اسمها رينج. ماشي. هو بناها من فترة وابتدت تتطور جدا، داخله برضو كمان في موضوع الاي اي يعني. انت عندك
لو هرجع لنفس السؤال، الحته ان انا لو عندي النو هاو اقدر ابني الحاجه دي، اقدر ابنيها، انا مفيش عندي قيود خالص، بالعكس. بس هي التكاليف بتاعت دي ان انا محتاج تيم يبقى كاليبر جدا، ناس على مستوى عالي من العلم في الجزء ده بشكل كبير. طبعا لازم يبقى في فند ودعم من الناس ديت، مادي ومعنوي، توفير البيئه للحاجات دي كلها. كل دي حاجات لو توفرت تقدر تطلع حاجات وتنافس، بس عايز استمراريه بقى للموضوع. لا بس ده اصلا ممكن يبقى اقتصاد دول. انت يعني انفستمنت في الموضوع ده ممكن يتحول بعد كده ان يدخل دخل للدوله بعيد عن المشاريع الاساسيه او اللي هي الحاجات الطبيعيه. ان انا بتكلم في المصادر الطبيعيه، لا هبعد عن المصادر الطبيعيه واروح لده. والفعل في دول عندها اقتصادها قايم، يعني ممكن اعلى 5 حاجات بتدخل دخل لدول معينه، دول كبيره هتلاقيها كلها لها علاقه بالتك اندستري. يعني بغض النظر عن الاسامي، يعني لا اغلبهم كله رايح ناحيه التك اندستري. في له علاقه بمجالات تانية، بس التوب هتلاقيهم التك. هو honestly speaking يدخل مثلا المجالات الخدمية مهم. أو الصناعات الخدمية، دول كبيرة اقتصادها قايم عليها. كاليبر كبير منها هو إن البشر بتاعتها بتقدم سيرفيس، متعلمة تقدم سيرفيس. لو أنت بقى مش قادر تقدم ده، تقدر تقدمه بشكل تكنولوجي واي بليف تقدر تنافس يعني بشكل كبير. يعني انت لو عندنا امثله مثلا، يعني في اي دوله، انت لو قدرت توظف الاي اي بشكل كويس وتعممه، يبقى فيه انت مبادرات بشكل رسمي اكتر بتدعم، بتغير الثقافه بتاعت الناس، تصحح انت بعض الانطباعات عن الخدمات اللي هي السيئه، زي ما قلنا مثلا موضوع البوتس اللي هي معموله بشكل خاطئ او كده. دي كلها انت بالتالي هتبتدي بتهيئ البيئه بتاعتك كدوله او كشركات ان انت تبني حاجات عليها، فبالتالي ثقافه الناس هتختلف شويه، والانطباع هيبقى افضل عن الاي اي، او عموما عن الاوتوميشن والحاجات دي كلها هيبقى بشكل افضل. فبالتالي لما بتيجي تزود خدمه تاني مبنيه على الاي اي، الناس هتبقى متقبلها، وهيبقى انت عندك البيئه بتاعتك متهيئه ان انت تدخل فيها خدمه جديده لها علاقه بالاي في اي مجال إن كان بقى. حتى لما تيجي مثلا كلمت حد له علاقه بالزراعه، قلت له ان احنا هندخل اي يا استاذ، احنا مثلا احنا معتمدين على كذا وبنعمل 1 2 3، وده من زمان. مظبوط. احنا بالظبط. اكتر حاجه عملناها الري بالتنقيط، اللي هو بطلنا نغمر الارض بعدين نقط. بالظبط. لا انت الموضوع فيه هنا في تفاصيل كتيره جدا. التكنولوجيا يعني في المجال الاجريكلتشر في ده، والتك في مجال الصناعه. انت التك لما تدخل في اي حاجه تاخدها في منطقتك، ودي نصيحه وده لاي اللي حد نجحت فيه دولة بجد. الإمارات كمان. انت ممكن تدخلها في مجال الزراعه، الصناعه، حتى الاسماك، ايا كان، كله كدراسات. لما بتدخل مجال التكنولوجيا انت بتودي الموضوع بتاخده في منطقه في بجد مزارع مفيد. هنا أسماك مدارة كلها بالذكاء الاصطناعي. بالظبط. حتى عن طريق التكنولوجيز نفسها تدخلها. يس. انت الذكاء الاصطناعي هو مرحله مبني على تكنولوجيا، فالتكنولوجي بتاعتك كانفراستراكشر مبنيه صح. انا عامل نفترض الويب سايت بتاعي صح، الابلكيشن صح، عندي داتا بتيجي، ساعتها نبتدي نركب اي اي. ما ينفعش تقول لي اجي اركب اي اي وانا لسه ما عنديش اي بيزكس خالص عندي. لازم ابتدي الموضوع صح. لو انا بقى عندي البيس صح، اقدر ابتدي بعد كده ابني اي اي عليه، واعمل اناليسيز واعمل داتا اناليسيز. ودي نصيحه لاي شركه جديده. لو انت هتبتدي من اول يوم، انت حاول تشوف ازاي اوظف الاي اي بتاعك للشركه اللي هتشتغل معاك. ان انت تقول والله انا في مجال كذا وهعمل الخدمات دي، شوف حد كونسلتنت يساعدك في حته ان انت ازاي اوظف الاي اي معايا في المجال بتاعك، ايا كان المجال بتاعك. هيقول لك والله عن طريق كذا وكذا وكذا، لان الحاجات دي اللي انت هتدفعها هتوفر عليك موظف كامل. انت في وضعك في الاول لسه ما يسمحش ان انت تعين 5 6. صحيح. فبالتالي لو انا وظفت 3 4 اي اي سيرفيس او بوت سيرفيس بتعملي الحاجه دي، انت بص لانتاجيتك تبقى عامله ازاي. طب لما تزود موظفين بيبشروا الآلة دي بتاعتك او الاي اي بتاعك دوت، انت بقى لا، ساعتها انت بقى عندك اضعاف من الناس. فالواحد ده ممكن يبقى 5 بعد كده، والاي اي ده ممكن يتضاعف بعد كده. وطول ما انت بتكبر، انت بتكبر الانفراستراكشر بتاعتك كبنيه تحتيه، وبالتالي تقدر ان انت تزود انتاجيتك، وهيعود عليك في الاخر ان انت خدمه مواكبه للتطور اللي بيحصل. لان الاجيال الجديده ما فيهاش رحمه، يعني الاولاد والحاجات دي كلها لا. at all. يعني انا لما بشوف اي طلبه جداد او حد جاي في التدريب في مكان شغلي، لا هو في بيزكس كتيره قوي، يعني هو عداها وجاي لي جاهز بشكل كبير قوي.
فانا ما ينفعش، انا لازم انا اجري انا كمان. فبالتالي الجيل الجديد او اي شركه جديده انت خلاص بقى مطالب منك ان انت يبقى عندك حد ادنى من التكنولوجيا عندك. يعني انت حد مثلا عامل خدمه بدون ديليفري لا يعني خلاص. فبالتالي انت زيك كده زي الاي اي، هتيجي تشتغل في حاجه لها علاقه بالتك اندستري او اونلاين بريزنس، انت ليك وجود اونلاين، لازم على الاقل يبقى عندك حاجه فيها ايه، برد عن طريق الواتساب، ايوه البوت سيرفيس، مثلا. برد عن طريق الشات بتاع كذا، بتفاعل معاك. انا لما بلاقي واحد مثلا عامل منتج معين وعامل له ستور بسيط باسعار محدده والدنيا ثابته وبقدر اتفاعل معاه وبليس اوردر في الاخر، بحيث ان انا خدت خدمه متكامله من غير ما اتكلم. وفي نوع من الناس على فكره ما بيحبش يتفاعل مع الناس فانت لازم تراعي بقى كل ده. هتراعي ان انت في ناس انا هدخل واخد الخدمه كامله من غير ما اتفاعل مع حد، خلاص انت وفرت خدمه بسيطه وانا كامله اصلا وسهله وسلسه ورخيصه ورخيصه ومتوفره. فانت ليك كشركات ناشئه انت محتاج تبص للموضوع ده وتوظفه صح عندك في شغلك ايا كان ايه المجال. وبمجال يعني ليا صديق شغال في مجال المحاماه، انت وعايز مثلا موضوع مراجعه العقود، انت هو بيقدم ديك خدمه فيزيكالي، بيروح الناس كل بتجيله. الفيرمز اللو بالظبط. فيرمز بتقدم الخدمه. انت ممكن توظف الاي اي بتاعك ان انا عندك محامي دارس قانون ماشي، مم. وعندك اي اي بمرجعيه قانون الدوله اللي انت فيها. شفت انت خدت قوه قد ايه، الوجود في الفعلي واحد. المادي مع حاجه الكترونيك اخطائها اقل شويه في مراجعه القوانين. المحامي دوت ممكن ما يبقاش ذهنه حاضر للقوانين كلها، ل1000 ماده من القانون، بس الاي اي لما تساله في ال1000 دوت هيجاوبك في اللحظه دي كلها. لما توظف الاثنين مع بعض، وانت كمجال مثلا المحاماه بتراجع الاودي، بيجي لك كام يوم مثلا انت مراجعه تكتب عقود. والتدقيق دي حاجه اه اه اساسيه في شغله. فلما تيجي انت تقول له هراجع مثلا في اليوم، انا كنت براجع عقد او عقدين مثلا في اليوم، عقدين في اليوم، لما اه تيجي تقول له مثلا لا ممكن اراجع 20 و30 و50، انت بدل ما عندك كنت بتدخل كاستمرز اكتر كمان، بالظبط. ريفينيو اكتر. ايوه بالظبط، بص لها كده. مم. قيس بقى على ده زي ما كنا بنعمل في موضوع الاتش ار والتوظيف، انا براجع كام سي في، انتاجيتي انا كاتش ار لاختيار انسب واحد للجهه دي، مم. فبالتالي انتاجيتك هتزيد. فانت لازم تستفيد من الاي اي باي شكل. يعني في حاجات كتير جدا متاحه، خد منه اللي يفيدك وكمل بيه، ما تقفش عند مرحله ان انا لا انا لسه هشوف هيحصل ايه، انا عايز اشوف الترند ماشي ازاي. لا، ابتدي ابتدي حط رجلك في الموضوع يس. وكمل، وهتلاقي صدقني يعني الناس هتلاقي استفاده كبيره جدا من الاي اي في مجالات كتيره جدا يعني. التعليم زي ما احنا ذكرنا فيه، لا قلنا ده يعني الموضوع انت لو بتعرف تقيم الطلبه اللي عندك بشكل متناسب مع مستوى كل شخص، فرد طالب عندك، وبتديله الاسئله المناسبه مع مستواه، وشايف مراقبه مستواه. لا يعني انت ممكن مدرس في فترة ما يبقى مش حاضر في ذهنه الطالب ده كان فين قبل كده وبقى فين قبل كده، لا عن طريق الداتا او الاي اي يجيب لك الباترن بتاعتك، الطالب ده ماشي ازاي ونزل وطلع ومستواه عامل ازاي. لا انا would appreciate it اكيد يعني. مش بالنسبه لي دي حاجه توفر عليا كتير يعني وقت بالظبط. من الحاجات اللي قلناها برضو في الحلقه هي القوانين والتشريعات الخاصه صح. بالذكاء الاصطناعي. وقلنا كمان ان في حاجات كتير متاحه والناس لازم تاخد بيها وتستارت. الموضوع كده سهل، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش اي مخاطر، ما فيهوش اي بيرنت كنترول يعني. لا، نستقبل فقط كتير. كده بامان. في امان ولا مفيش غمض امان؟ وامشي وهتلاقي نفسك لا يعني ممكن تلبس في الحيط بعد كده. لا ازاي بقى ازاي بقى؟ طيب مخاطره فين ونعمل ايه؟ في تشالنج، في بعض المخاطر والتحديات. حلو. انت عندك التحديات غير هي الماديه يعني. غير الماديه. اه هنتكلم حاجات الليرنينج كيرف بتاعه هو بيجري بسرعه. فبالتالي انت لو حد بتاخد خدمه اتس اوكي، ما عندكش مشاكل. لو انت شغال بقى انت اللي بتقدم الخدمه، لا انت محتاج انت تتعلم بشكل كبير عن الاي اي ازاي. ماشي طيب، ودي مش الاغلبيه، خلينا نتكلم عن الناس انا بستخدمه ازاي. عندك في تحديات اللي هي موضوع ان في بعض الوظائف هتبقى في خطر، فبالتالي انت مطالب ان انت تتعلم ازاي استخدمه. انا زي ما قلنا موضوع البرومبت انجينيرنج في الوظيفه بتاعتي، هندسه الاوامر للوظيفه بتاعتي. وانا ماليش علاقه بالتك اندستري. من ضمن التحديات اللي موجوده عندك موضوع المخاطر ليه علاقه بالانحياز. ماشي. ان هو ممكن انت مثلا لو في انجنز معينه، دي حصلت معايا جنريتيف تساله ايه افضل مثلا موبايل في كذا كذا، يقول لك كذا، مع ان هو موبايل متعلم تاني انه يقول كده لانه مثلا من نفس البلد مثلا، لان اللي باني الاي اي انجن ده قايل له لما هيجي لك حاجه لها علاقه بالموبايل او البراند حبيبنا ده بس واخد سبونسر بس قول وده بيحصل. بيحصل ماشي. فممكن يقول لك ايه التوب، انا عايز افضل
حاجه يعني مثلا افضل ويب سايت بيعمل كذا، او افضل خدمه كذا، هيطلع ليه هو رتب ده. هو مش بيترتب ابجدي، ماشي، هو عمل شويه اناليسز وجه بيها، فبيبقى في انحياز بقى في الاجابات دي. يعني هو مش between brackets كده بيكون قايل والله ده كويس عشان كذا، ده كويس عشان كذا في ال10 results اللي طالعين. ده جزء منه يعني، هو بيعتمد على حته الاناليسز. اوكي افضل ريتنج، واخد ريفيوز، مش عارف ايه والحاجات دي كلها، فطلع لك ايه كذا، تمام. في منه بقى بعض الاوقات بيبقى لا، الاجابه دي موجهه. فانت ما تسلمش 100% وكده. عشان كده في نصيحه، اي حد بيستخدم اي حاجه من الاونلاين كده يطلب منه ريفرنسز، يقول له انا عايز مثلا ايه افضل كذا ويز ريفرنسز، فيطلع لك بقى المراجع للاجابات دي، فتحس ان انت شويه ايه في مصداقيه نوعا ما. حته موضوع السكيورتي، ودي جزء السكيورتي والكوبي رايتس دي من ضمن المخاطر. السكيورتي والكوبي رايتس وكمان الخصوصيه. ايوه انا دول صراحه دي بقى انا متوقع الفتره الجايه دي اللي هتبقى من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس شويه من الاي اي، اذا ما تحطلهاش تشريعات واضحه من البدايه. ما هو الدول. احنا بنشوف دول، يعني مش كل الدول بتفكر بنفس المنهجيه. صح. يعني احنا حظنا حلو ان احنا موجودين في هنا، والموضوع في طريقه ان يكون في اكتر تشريع عشان تعرف واجبك واللي عليك بالظبط. بس في اماكن تانية لا. هو مثلا انا قريت اول ما طلع جيميناي اتمنع في يوروب، قال لك عشان هو متوصل بالانترنت والبرايفسي ويا جماعه وعنده سيرش انجن عشان هو جوجل، وفي نفس الوقت ايه بيجي لك كاي اي، فهو عارف عني كتير، فبالتالي اجابتها هتبقى فهو شويه زي رايح جاي عليك. فانا أيوه. قلت يا ربي، طب هم في اوروبا هل هم متخلفين ولا هم متطورين؟ انا يعني سياسه انه يمنع حاجه متقدمه ممكن تساعد ناس كتير. طب ايه الالترناتيف؟ طبعا صناع قرار ليهم الموضوع يعني. دي بس الجزئيه نقطة. اللي كانوا بيتخوفوا منها هي قويه. هي ده عندهم حق. طب ما الدول التانية للاسف ما عرفتش تمنعه. ما غريبه برضو. ما هي دي في اختلاف، لان حاجه جديده، فبالتالي مش كل الناس هيبقى عندها حد مثلا بيفيدها كصناع قرار في الدول يقول لك لا ده امنع، او امنع لاسباب معينه. بس كان 100% يعني هل هو فعلا بيجمع داتا مريب يعني؟ انت لو الاستخدام السيء ليه لا ممكن يضر الناس بشكل كبير جدا. مع اني بحب جيميناي، انا بحسه متخلف قوي في اجاباته. هو مكتشف في النت عندي يمكن. لا انت الاجابات، انت ممكن احنا بنقول لو هي ما لهاش قواعد محدده، انت ممكن يعني تضر مش تستفيد بقى. يعني انت كجهات عايزه تضر حد، انت ممكن لما انت دارس تفاصيل وعارف عنك معلومات بتحب ايه وبتكره ايه، ما ده في جزء منه اوريدي موجود في السوشيال ميديا بناء على التفاعل بتاعك شكله عامل ازاي. بس لما توصل بقى لمرحله ان انا ليا اكسس على تفاصيل جدا عندك لها علاقه يعني بيرسونال داتا، وانت اوريدي سالت عنها كتيره جدا، انا بالتالي ممكن اوجه الكلام ده مش بس في اعلانات ليك، لا انا ممكن اتوجه في حاجات اخليك تعمل حاجه انا عايزك انت تعملها. فانت ممكن توجه شخص ياخد قرار بناء على للاسف كانت في نيوز اول ما طلع موضوع الجنريتيف ده، ناس انتحرت في اوروبا، ناس اتصاحبت عليه ودخلت في ديبريشن. جرب اعمل، طب تعالى نجرب حركه، طب تعالى نعمل حاجه، خصوصا غريب. الاعمار اللي هي الصغيره ممكن يبقاش فاهم الموضوع ده جدا. فانت موضوع السكيورتي ممكن يبقى البرايفسي بالتحديد دي. وفي جزء تاني انا كوني ان هو من ضمن مميزات الاي اي ان هو ممكن لو في مكان ما انا يعني الجهات اللي هي بتحمي الداتا في اماكن الجهات الحكوميه والشركات، بيبقى في هاكر بيحاول من اماكن من خارج او من الداخل ان هو ياخد الداتا دي او يضر المكان ده. فالاي اي بيفيدني ان هو بيفهم الباترن دي. طيب اعكس بقى الموضوع، لو انا معايا الاي اي وانا الهاكر، لا انت ممكن بقى تعمل ايه بقى؟ انت دلوقتي انا بخسر بس هنا في الجيم دي انا بخسر بس. انت آلة هتتعامل مع بشر، مين اللي هيكسب؟ في الغالب هتبقى الآلة. ليه؟ لان هو هيجرب بطرق وهيحاول مثلا احتمالات عنده كتيرة. الإحصاء بقى هنا تدخل. انت عندك لو هو عنده 1000 احتمال عشان يقدر يدخل، وفي واحد منهم هو اللي هيبقى صح، ممكن يحصل هيجيب. هيجيب. يعني لو انت عندك ثغرة أمنية في مكان ما، وهو انت عارف ان عندك ثغرة وانت بتقول ايه صعب ان حد يوصل لها، هو عنده الاحتمالات كلها وهيجرب لحد ما يجيبها. هو ما بيزهقش، هو كمان بيجربها يعني نفسه طويل. طبعا وقاعد لك. فبالتالي الهاكر دوت، فدي جزء منه ان هو لازم يبقى ليه
تشريع برضو ان انت كون ان هو كده حد يستخدمه بالشكل ده، لا ده لازم يتوقف ولازم يتعامل معاه اجراء قانوني. يعني زي ما في هاكينج الطبيعي دوت ليه اجراء قانوني، لازم ده كمان يبقى يتشرع له ان حد يستخدمه بالشكل الخاطئ. ومن ضمن او المخاطر كمان اللي هو موضوع ان الداتا اللي بتجيلك دي ممكن الدقة بتاعتها ما تبقاش عالية جدا، ولو انت خصوصا في اعتمدت موضوع عليها موضوع الكوبي رايتس. زي ما شفنا مثلا ام كلثوم بتغني اغنيه لحاجه تانية لكونان. بالظبط بالظبط ضحكتني اه جدا اه أنا كونان. سمعتها بالظبط. كانت يعني دي موضوع الكاميرا، انت دخلت حاجات في حاجات ان هو ما عندوش حدود. فدي من ضمن التحديات اللي موجوده. موضوع الكاميرا لازم تتشرع بشكل صحيح. ولما برضو قالوا ان احنا هنعمل مغني قديم مع حاجه جديده، يعني موضوع الطب وموضوع ال- القانون مم. وموضوع الدين ممكن فيه اللي محتاج عنصر بشري اكتر. فبالتالي انت لو هتستخدم الاي اي يبقى لحد حد معين وبعد كده بيكمل بشري. يعني مثلا ايه، في بعض القوانين لازم بتفهم نفسية الشخص دوت ليه. فبالتالي الاي اي بيتعامل مع داتا ومعطيات، مم. فبالتالي الاجابه بتاعته بناء على الحاجات دي بس. مم. بس في اجزاء تانية لا، يعني دراسة الشخص ونفسيته وانفعالاته وانطباعه وكذلك في الدين. مم. انت ان انت تاخد فتوى دينية من الاي اي او السيرش اونلاين. حتى في الطب انت لو جيت تعمل سيرش لمرض اونلاين هتحس ان انت ايه، خلاص انا حضر عندي بقى. انا كل الاعراض لا ديت جابتني لكذا. بالظبط. او اه حتى انت هتحس ان الاجابات رايحه لك في ناحيه ايه، يلا بقى كده انت ايه اكتب اتكل وصيتك. اكتب اه بالظبط، هو ممكن قوم يقول لي بسرعه انت. هو ممكن يقول لي اقترح عليك مش هو بيقترح في الاخر واقترح عليك عليك تكتب قمت وصيتك. وصلتك فعلا يا عم، ده دور برد والله شويه. فدي من ضمن الحاجات. فانت ما تعتمدش عليه بصوره دقيقه في الحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات يعني بجانب الكوبي رايتس. وكذلك في الدين يعني كمان برضه لازم يبقى في عنصر بشري. فدي من ضمن التحديات الكبيره يعني بعيد عن الكوست. الاباء ممكن تعمل ايه؟ هم مش قريبين من اولادهم. مهم. ممكن الذكاء الاصطناعي الإنشائي بأي نموذج كان مهم. يكون أقرب حد. لأنه ممكن حتى الولد ما يكونش له أصحاب أو البنت ما يكونش لها أصحاب، يكون أقرب حد لأنه يتكلموا معاه. مهم. لأنه صراحة النموذج اللي فيه تخاطب يعني عاطفي اه صراحة يعني ده. احيانا لحد ما ممكن يعني ممكن يملى فراغ. يعني ممكن بس يقول لها او يقول لها او يقول له انت زعلان ليه؟ انت النهارده صوتك حزين. ف... فكسب المراهق او مهم. الطفل مثلا لو سن 10 يعملوا ايه؟ لا بص، هو الآباء طبعا لازم يدوا فرصة شوية إن هم يستخدموا الحاجة دي. يعني هو هم يجربوها يعني لازم هم في يجربوا عشان اوكي يفهم ازاي بتشتغل ازاي. تمام. في منه حاجات ممكن ده بداية الدور بقى. بداية الدور. اه بالظبط، اه يعني أعرف أنا ابني بيستخدمه ازاي. م- يعني أنا عندي بنتي مثلا بتستخدمه بشكل يومي، م- بس أنا عارف هي بتستخدمه ازاي وبتعمل ايه فيه. م- زائد ان انا مثلا رابط الاكونتس بتاعتها. دي من ضمن الحاجات، انت ممكن تربط الاكونتس بتاعتها عشان م- تعرف هي اهتماماتها رايحه فين. م- بتسيرش على ايه، الحاجات دي كلها. انت م. بالتالي انت فاهم هي بتعمل ايه بالظبط. سامعين؟ بالظبط ماشي فبالتالي انت هتقدر تبقى مطمن شويه من ناحيه السيرش ومن ناحيه الكونتنت اللي بتطلع لها والحاجات دي كلها. هيجي لك بقى التحدي اللي هو ايه، انت بقى لازم تبقى عندك مثلا لو انت في حاجات ممكن تبقى ادفانسد شويه اه بتتركب داخل البيت، اه تعرف الاولاد عندك بيدخلوا. هتجسس عليهم يعني. مش تتجسس، بس تبقى عارف شويه هو ايه اللي بيحصل معاهم. يعني م- تدخل على الويب سايتس ايه، لمده قد ايه، م- ايه اللينكس اللي فتحوها. م. يعني تعرف اليوسج بتاع كل اب. بغض النظر في حاجات نيتيف موجوده في يس يس الموجودين، بس لا يس. في حاجات دي ادفانسد شويه بتعرف منها تفاصيل اكتر عنهم يعني. فانت مطالب ان بس انت مش هقدر اوصل اللي هو سأله في ايه لو هو على الجست. اهو حلو. آه. طب ما تاني. لا في تفاصيل ممكن تبقى فيها ادفانسد يعني تكنيكال اكتر، بس تقدر توصل للليفل ده. يعني على مستوى الشغل احنا نقدر نعرف الموظف دوت سواء هو داخل الدوله او خارج الدوله، او على بيرسونال ديفايس عمل ايه وعمل كام كليك ودخل على ايه وفتح ايه، ممتاز ممتاز. وتفاصيل جدا. نفس الكلام ده هو هتتنقل احنا عادي مش يعني. يعني مش بنحاول ان ندي روشتة انه نكسر برايفسي لا لا خالص. الولاد، ولكن هو فعلا ممكن يكون اباء كتير بتحاول ان تقول لا مش هينفع نستخدمه، من النوع اللي هو قلقان على اولاده. اه ولكن الصح ان هو يتعلم ازاي يستخدموه مهم. ويشوفهم
ملء فراغه بالآلة بالظبط ده شيء مش حلو، يعني خليه بالظبط يروح يلعب طبعا اي artificial حاجة حاجه يعني. بالظبط يعني اه انت لازم تبقى انت يعني انت انا عرفت هو بيشتغل ازاي، قدرت ان انا اديله مساحه بس ما يبقاش هو مستمر معايا، لان زي ما انا عملت له صديق الكتروني مم. فيرتشوال موجود افتراضي معايا، خلاص بيساعده في بعض الحاجات، وفي منها حاجات اللي هي الايموشنال كوجنيتيف اي اي اللي هو فيه بقى ده الليفل اللي جاي من الاي اي اللي هو بيتعامل بالتفاعل. دي ممكن تتكلم عن مستقبل الاي اي. اه بيدرس التفاعل بتاع الشخص، فبالتالي انت عندك مثلا، خلينا نجاوب على سؤال الاطفال، لان انا يعني ممكن اعمل كنترول ازاي وندخل في موضوع مم. الفيوتشر. مم. انا كأب انا خلاص قدرت ان انا اعمل كنترول، سبت له مساحه بس ما زودش المساحه دي لمرحله ان هو خلاص بقى قاعد عندي 24/7 عليه، او ان هو بيستخدمه في حاجات حتى ولو هي بيرسونال اوكي بس لحد معين. خصوصا في الجيمنج الموضوع واصل لمرحله يعني اوكي. يعني انت في حاجات تتفاعل، انت ايه، طب ما تيجي نجرب كذا، تعالى نعمل دي مع بعض، تعالى كذا، لا الحاجات دي لازم يبقى لها توقفها من البدايه. يعني انت مم. لو حسيت ان في حاجه زي دي تتعمل عندك في بعض الالعاب لازم توقفها، ماشي. فانت تقدر تعرفها عن طريق كنترولز ثانيه بس بعيده عن الاي اي، ممكن تساعدك يعني. بس مم. البدايه انت ادي نفسك فرصه ان هو اوكي. يجربه وانت تجربه، خصوصا في الجزء التعليم education ده هيفيدهم كتير وهيفيدك انت كتير، وتبقى انت من البدايه الاكونتس بتاعتهم تبقى مربوطه بيك. مم. خلاص انت هتبقى ضامن شويه التحكم، شايف الدنيا، عامل عليهم تدقيق اوديت، ايه اللي بيحصل معاهم انت متابع، خلاص دي هتطمنك يعني. ممكن اقول لك على حاجة خطرت في بالي دلوقتي؟ اتفضل. انا ممكن اخلي ال AI يعمل موضوع التدقيق للاولاد ويبعت لك ريبورتات كمان. ويقول لي بقى، اه طبعا. لان ممكن حد يقول له والله انا ما عندي مش وقت، فاضي. انا ما برجع عنديش بالليل وقت، ده متاخر انا يا دوبك باكل وبنام. صح. بعدين ممكن انا هعرفني هو ماسك ايه في موبايله؟ ما كل يوم معاه الشات جي بي تي ولا مين. ممكن اه ممكن يقول لك كمان ايه اللي حصل، ويقول لك ان راقبهم لي انتوا يا ابني، شوف لي بيعملوا ايه. تريني ممكن طبعا اوكي. ده يعني يعني اجابه ينفع ينفع، ويبعت لك كمان ايه اللي بيحصل لو سواء بالتفصيل او مختصر، او مم. قول لي في خمس سطور، قول لي ايه اللي مم. حصل النهارده اللي كذا وكذا وكذا. ممكن كمان يبقى في اكشنز، يعني مثلا ميك شور ان هو انه، لانه انا في مره جربت كمان بتساله سؤال مهم. ويقول لك لا ما اقدرش اجاوبك عليها، ايوه صح. وممكن بعدين اتحايل تخيل عليه ده حقيقي. فيقوم مجاوبني. ايوه لا، انا يعني يعني هل كان مثلا ممكن زي لو والله مثلا لو طفل في ويب سايتس تقول لك يعني محظور لانه انت على البيرنت كنترول، انا لو سني مثلا 13 اكتر بس اه لو لا حبيبي لا. انت ما تقدرش تقرا الريسورس ده وانت سنك كذا، صح. او ما ينفعش تفتح الكونتنت ده وانت سنك كذا. مهم. بس في ممكن عيال تقول لك لا انا اكبر، مهم. او يكون عندهم اكونت بسن اكبر. ده حصل بالفعل، انا حصل معايا ففي انا يعني. ممكن وهو بيجنريت يكون عارف انه والله انت تحت بيرنت، انا مش هينفع اجاوبك الاجابه دي. ده هي دي مراحل شويه، ابتدى مؤخرا يبقى امم. فاهم الحته دي. اه. يعني في اخطاء من اللي احنا لاحظناها في بدايه الاي اي في 2023 بالتحديد، امم. ان الاجابات شويه لسه مش معمول لها تيوننج، تنقيح بشكل مفصل اكتر. امم. زي المثال اللي انت شرفت قلته، اللي هو ايه، انا لو انا داخل وسني كذا، هل الاجابات هتبقى مناسبه لسني، ولا هو هيمنعها، ولا هيقولها لي حتى لو انا اصغر من السن ده؟ امم. لا كان قبل كده فيه امم. يعني بيقولها عادي من غير اه. ما لكن دلوقتي الموضوع لا، بقى فيه اه. شويه كنترولز، وبقى فاهم وواعي اكتر في الاجابات بتاعته، ما بقتش اصل الموضوع احنا السن ماشي الاطفال او اليوزرز الجيل الجديد اللي هو يعتبر هو ده المين يوزر سو فار، مهم. اللي هو خد الابر هاند، يعني ان هو اه فاهم وعنده بيزكس وبقى وقادر حتى انه يستعمل. التكنولوجي بقى احنا عايزينه الافضل. يستعمل بطريقه صح. مهم. يعني احنا مش بنحط عليه عقوبات او اسمها ايه زي موانع، قيود قيود مهم. انه لا بلاش او لا ما ينفعش اديك اكسس. انا عايزه يستخدم صح. بالظبط. فهل تفتكر انه ممكن في يوم من الايام يكون في النوع ده؟ لا والله انا عندي زي ما بقى في مثلا ويب سايتس بتعمل فيرجن لايت او ابلكيشن تطبيق لايت، لان مش كل الناس عندها كاباسيتي عاليه في موبايلاتها. صح. هل ممكن يكون برضو انا عندي حاجه مخصصه
انا يعني مثلا زي ما بقى في يوتيوب كيدز مثلا، لان بقى شافوا ان الاطفال بتدخل على اليوتيوب الكبير وبتشوف كل حاجه، صح. ما ينفعش في محتوى ما يشوفوا ينفعش، مش محتوى غير ملائم العادي. ليهم، صح. اه مم. فبقى في مثلا يوتيوب كيدز. هل ممكن الجنريتيف اي اي شركات اللي بتعمل لنا النماذج دي ممكن تفكر في النوع ده؟ وممكن طبعا، يعني لسه ما فيش نماذج زي دي، بس ده مثال اه كويس جدا، يعني ممكن يتاخد في الاعتبار من عندهم هم، بس انت ممكن انا اعمل توظف. اتيلريت بقى. بالظبط، اه بالظبط، اه لان هو بالتالي هو عنده كل حاجه. انت مم. بالتالي في اثناء الاستخدام للاطفال انت ممكن تحط له المرجعيه ان انت، لا انت الاجابات هتبقى لشخص تحت سن كذا بمرجعيه كذا وكذا وكذا، فبالتالي هو الاجابات اللي هتبقى خارجه وراجعه له هتبقى متوظفه ليه هو مم. وتيلورد زي ما انت ما قلت لسنه واهتماماته، وتبقى بعيد عن حاجات معينه. بس دي طيب. لسه اه مش موجوده بشكل اللي هو احنا مثلا عندنا ايه، لو انت دخلت على ويب سايت كذا هتلاقيه ممنوع. ليه؟ مم. لان الدوله عامله كذا. مم. احنا بقى لسه المواضيع دي حتى في، يعني يمكن في مؤخرا في امريكا ابتدت تسن قوانين لشركات الاي اي في الاستخدام اللي هو وفي يا حته جماعه الحياز. يعني فوق شويه انه. اه فهيتحط له قوانين، اه وابتدت بقى تتجمع بعض الدول لان هي تتكلم في الموضوع ده بشكل مفصل اكتر، يس. يعني تحط له تشريع بقى، لان زي ما انت ما تفضلت قلت انا عندي الاطفال اه وعندك الطب وعندك الدين وعندك الزمن والتاريخ. العسكري والتاريخ ده. التاريخ ده قصه تانية. قول لي قصيدة كذا كذا كذا، لا ما ينفعش ان في كوبي رايت. ايوه انا كذا وبدي لك الامر ان انا كذا. الشاعر. انا انت الشاعر، قول انا انا اديتك الامر ان انت تكتب، وده انا حصل طرفه يا بالفعل. جماعه، اكتب يا حبيبي. بالظبط. الموضوع ده بيخليني افكر في ان استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات ده اوكي. في مثلا ممكن يكون في جزئيه له ايجابيات وجزئيه ملوش ايجابيات، بالظبط. ولكن الهوجة اللي احنا حكيناها في اول الحلقة انه هو واخد الهوجة ديت لان هو انت شايفه داخل على كل حاجة. مم. هل هو بقى المفروض ما يكونش يعني والله لا والله احنا خلينا old fashioned when it comes to history education؟ لا ما اقدرش اخليك تعتمد عليه كريسورس. بص لو هتتكلم في فاكر زمان لما منعوا ويكيبيديا ان الناس ت... يعني تكتب حاجه منه او تطلع لي ريسيرش منه، صح. او حتى بيبر باخد منها الاتندنس مم. في السكشن في الكليه. مم. قال لك ويكيبيديا ما تجيبليش ده، ما ده انا ده حبيبي واحد اللي كاتب بايده الارتيكل دي. يعني انت عندك حق شويه. انت لما بتيجي تتكلم في الواقع حاليا مم. هو مش كل الناس متجهه ليه بالشكل اللي هو الضغط. انت بتيجي شويه تنزل في الواقع بجد وتقعد مع الناس هتحس اه لسه الناس عادي، اوكي اه عادي لسه وبتاع، وتلاقي مثلا كل ممكن 10 اشخاص ممكن تلاقي واحد بيستخدم الموضوع دوت وبشكل بسيط جدا، مم. مش مكثف او مم. مش داخل في تفاصيل. مم. حتى الجهات في منهم في جهات هنا جريت في الموضوع، في جهات كذا وهكذا، لسه الموضوع هو انا شايفه فلسه محتاجه. مش يعني مثلا انا شايفه انا محتاجه اه الديبلويت، بس مش عشان هو هوجة مم. اقوم كل ما افتح اي حاجه واشوف اي مجال اي يا جماعه. طب نفهم بالظبط، اهدى. يعني يعني شويه شوف بالراحه. هتستخدمه ازاي، شوف هيفيدك في ايه. انا مش ماشي مع الهوجة وخلاص، بس لا هو مش كده. مم. يعني هو لو اتعمل كده اصلا انت مش هتستفيد منه، وهتحس ان انت بتصرف وقت ومجهود اكتر من الاستفادة اللي هتجيلك منه. مم. فما تضيعش وقتك، انت بالعكس انت وظفه صح. افهم انت عايز إيه الاول، مم. هل هو بيعمل الحاجة دي ولا لا. مم. لو بيعملها اتس اوكي، مفيش تعارض بقى في المصالح من ناحية الحاجة دي. زي ما انت يعني قلت مم. موضوع انا عايز اشتغل في حاجات معينة اولد سكول، خلاص اشتغل اولد سكول لحد ليفل معين، اه حواليها اشتغل اي ماشي اوكي. اه بس وقف حاجه هنا تقول انا عندي هنا هستخدم عنصر بشري. يعني في البرفورمانس انا ممكن اشوف انا محتاجه ولا مش محتاجه، او هحتاجه بنسبه ايه، بس مش انه اديله كده واقعد انا لا يعني طبعا. ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر يعزز التعاون ما بين البشر اللي بتستخدمه وبين التولز اللي هو بيقدمها؟ هي دي الاستفاده. انا زي ما كنا اتكلمنا في السياق برضه بعد الاسئله اللي كانت قبل كده في بدايه الحلقه. انا لو بستخدمه ان انا بنمشي مع بعض، مم. بناخد ايدين بعض وبنتحرك، انا هستفيد. لو بدي 100% الاي اي بيديني 100 وممكن 200%، فانا بالتالي الاجمالي بتاعي هيبقى 200%. مم. فبالتالي الانتاجيه بتاعتي هتبقى احسن. قيس على ده بقى في اي مجال. لو انا بعمل داتا انتري، انا اللي هشرف على الداتا انتري، انا الموظف اللي فاهم برومبت انجينيرنج وماليش علاقه بالتك اندستري، اوكي وبعرف اوظف الاي اي صح ان هو يعمل لي داتا انتري ل 1000 بي دي اف، ان هو يتحوله او 1000 صوره جواها تكست يتحوله داتا انتري اللي جوه اكسل شيت. مم. انا اللي بشرف على الموضوع.
فبالتالي انا انتاجيتي هتبقى عامله ازاي؟ لو انا لوحدي وبعمل الكلام ده مم. انا ممكن اخد ايام. لو انا بقى مع الاي اي يبقى انا كده وظفت وعززت الانتاجيه بتاعتي بشكل كبير جدا. لو انا شركه في بدايتي وعندي حد بيجاوب على اسئله العملاء بتاعتي ما بعد ساعات العمل مم. في الويك اندز في البابليك هوليديز، فبالتالي ممتاز. انا زودت انتاجيتي وحسنت خدمه العملاء. الاجابات لو متوظفه صح انا حسنت خدمه العملاء. الحاجات لو اخطاء البشريه اللي موجوده عندي بيصلحها لي في مراجعه عقود، في زود انتاجيه. لو انا اتش ار زود لي انتاجيه، انا براجع السي فيز اللي جايه لي وبشوف افضل حد فيهم، اكتر حد معاه سيرتيفيكتس، اكتر حد سن خبره، ماتشنج للاكسبكتد سالاري اللي موجود عنده ولا لا للبادجت اللي عندي. طلع لي كل دوت، انا زودت انتاجيه في الاخر للمكان بتاعي. بدل ما كنت باخد شهر عشان اوظف انا اخدت 3 4 ايام، صح. زودت انتاجيه. صح. فبالتالي انا عمال احسن في القطاعات بشكل كبير وانا بنفس العدد اللي عندي. مظبوط. مش محتاج ازود عدد موظفين كتير قد ما محتاج اوظف ناس فاهمه في الاي او اي او ادرب او ادرب الحالي. الحالي ده انت انه دي تبقى افضل، لان الخبره الحاليه بتاعت اي مكان لاي موظف في اي مكان انت مم. لما توظفه كمان مع اي اي، لا انت برضو كده انت بتعزز الانتاجيه بشكل كبير جدا، وبالتالي هتعود بالنفع على المكان بالكامل يعني. انا خلصت اسئلتي. تمام. انت في اي حاجه حابب تضيفها؟ لو انت بتتمنى امنيه الاي اي يعملها ممكن تبقى ايه؟ لو انا هتمنى امنيه واطلب منه يحققها، الاي اي كانجن ممكن يعملها مستقبلا يبقى ايه مثلا؟ يعني حاجه تحب ان انت تشوفها في الاي اي مستقبلا يعني. بصراحه من غير انا سؤال جه في بالي على فكره من دلوقتي غير خلاص من ما غير ما احضر الناس يعني. تخاف يعني او انها تفكر. انا اتمنى ان نتنقل من مرحله انه يكون في بينا ماشين ديفايس. اتمنى انه يكون معايا، يعني يكون فيا، يكون يعني اقدر يخوف ده. لا، لانه ساعات كتير بتبقى هنوصل لمرحلة، تخافش مش هغيرك المايك خايف. هنوصل لمرحلة انه حتى الوقت اللي انا بطلب منه بكتب له الطلب ده هيبقى تضييع للوقت. انت عايزه بالاحساس يعني. على طول. انا عايز بفكر. اتكلم 100 لغة. انا عايز اجاوب على اون ذا سبوت. انا بسمع معاك وبتكلم وانا اللي بتكلم. الفلو ده اذا قدرنا نعمله، كويس. انا شايف انه كويس ان احنا سجلناها عشان لو حصلت مش مستقبلا نقدر هنبدل بشر، نشوفها مش يعني. هنقعد حد في البيت، كل الناس هتبقى شاطرة صح. وهنبقى اكتر كإنتاجية صح. وهنبقى اشطر، هنبقى انجح. وايه الغلط في ده؟ يعني اللي عايز يبقى فاشل يبقى فاشل، بالظبط. اللي مش عايز يبقى عالم ما يبقاش عالم. بالظبط. وهيبقى مستوياتنا كمان، ان انا ممكن افكر. ما هو بقى مش هيفكر لي بقى برضه، ما احنا خلينا برضه يا جماعه الذكاء مش اصطناعي. فهو هو هيقدر انه يساعدني ان انا افكر بالاجابه. فانت ممكن يكون عندك شكل تفكير معين للاي اي بتاعك، صح. بشكلك هو بيحسنك. انا مثلا بصراحه ما بحبش الماث، يعني الرياضيات كانت بالنسبه لي حاجه، بس هو ممكن كان يقدر يخليني اذكى شويه في الرياضيات اصلا. انا بصراحه حابب اشكرك على وقتك الثمين. يعني حبينا ناخد من كتير من جزئيه الاستفاده، لان دي حاجات كتير الناس حابه تعرفها. اسئله كتير قلناها وانت بصراحه جاوبتنا بشكل مستفيض. يا رب ان شاء الله الناس تستفيد منه من الحلقه ان شاء الله، وتبقى عند حسن ظنهم. وانا يعني في كلام كتير، هو الموضوع كبير جدا، وبصراحه ما بقاش في حجه لحد ان هو يقول لك انا مش لاقي معلومه او خلاص. يعني الموضوع بقى ابسط بكتير. اشتغلوا شويه يا جماعه، طلعوا الاله وابعتوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا شفتوها ما تنفعش تطلع من الذكاء الاصطناعي على اساس ان هو واخد كل الهوجه ديت، المفروض يكون اشطر من كده. وايه الحاجات اللي كنتوا مش متوقعين ان اجاوبكم بيها؟ اكتبوا لنا في الكومنتس يا ريت الريزلتس اللي شفتوها. واذا حابين اي موضوع جديد نكلمكم فيه في الحلقات الجايه برضو اكتبوا لنا في الكومنتس. باشمهندس احمد، شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا. ودي اخر نقطه كانت معانا النهارده في بودكاست ذكاء مش اصطناعي. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا في نفس الوقت. مبسوط ان قدرت اشارككم افكار جديده ولذيذه، قصص نجاح ملهمه ونصايح مفيده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشاركوا وتقيموا البودكاست، وتشاركونا آرائكم وأفكاركم عن المواضيع
في الحلقات اللي جاية. ولو ما عجبتكوش برضو قولوا لنا، وما تنسوش اكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي تحبوا نتكلم فيه، وايه اخر التجارب الطريفة في استخداماتكم للاي اي. انا عمرو زكي وبقول لكم انبسطوا، ونتقابل الحلقة الجاية. سلام يا مستمعينا ومتابعينا الكرام. شكرا لاستماعكم للحلقة. كنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي.